بكم مشاهدينا وحياكم الله معنا في صباح جديد، صباح جميل من صباحات ذات الصباحين. الكويت الغالية تاج العين وتاج الراس ونور العين، بنكون معاكم في إطلالة صباحية جميلة جديدة إن شاء الله عبر صباح الخير الكويت. وبداية معنا الجميرة بالشيف سامي حيمور، راح يكون إن شاء الله معنا في ويبة صباحية جميلة. يسعد صباحك. صباح الورد، حياك الله معنا. اليوم قاعدة أشوف أنواع الجبن موجود معنا، وما أدري شنو الخلطة اللي راح تكون إن شاء الله على ترويقة اليوم. اليوم إن شاء الله عندنا الوافلز بس طريقة جديدة. حلو. راح نستعمل جبنة الحلوم فيه. حلو. وراح نعمله البانيه البخصمات يعني بطحين والقرشلة. حلو. راح نطلع مع بلاك بيريز ورازبريز والبطيخ اللي هو الرقي. اليوم خلطة جديدة وشكلها وايد حلوة. لعشاق التشيز الجبن ما عليهم الا يتابعون شيف سامي معانا من الجميرة، وراح ان شاء الله يستمتعون في هذا الصباح الجميل، وان شاء الله يسوونها على الويكند. اكيد بنرجع لك شيف ونواصل معاك ان شاء الله، لكن خلينا نروح حق عبد المحسن واصبح عليه ونشوف شو عندنا من اخبار ولقاءات. يسعد صباحك عبد المحسن. صباح الله بالخير. غاده، طبعا اهم شيء في الافطار انه ما يكون في بيض اليوم. صبحكم الله بالخير مشاهدينا، حياكم الله في حلقه جديده من حلقات برنامجكم اليومي صباح الخير يا كويت. صباح الخير على كل من يشاهدنا داخل وخارج الكويت. ولا فقراتنا اقوال الصحف بعد الفاصل. حياكم الله مشاهدينا، واكيد بنروح حق صحافتنا واللي عنونت الكثير من العناوين الجميله، لكن تصدر هذا العنوان صحيفه الجريده اللي قالت: نائب الامير كرم الفائزين بجائزه الكويت الدوليه للقران الكريم برعايه اميريه ساميه وبحضور نائب الامير الشيخ نواف الاحمد. اقيم صباح امس في قصر بيان الحفل الختامي لتكريم الفائزين في جائزه الكويت الدوليه لحفظ القران الكريم وقراءاته وتجويد تلاوته، التي استضافتها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على مدى أسبوعين. نقول ألف مبروك للفائزين وتستاهلون أكيد، والكويت دائما تعتنق أبنائها بكل فخر من خلال هذه المسابقات. إلى جريدة الأنباء وتحت عنوان: يقام برعاية رئيس الوزراء ويضم جلسات وورشا متنوعة. الملتقى الإعلامي الثالث عشر ينطلق أول مايو تحت شعار الإعلام مقومات وتحديات. أعلن الأمين العام للملتقى الإعلامي العربي ماضي الخميس أن انطلاق الملتقى الإعلامي الثالث عشر سيكون في الأول من مايو القادم تحت شعار الإعلام مقومات وتحديات، وذلك برعاية وحضور سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء، وحضور وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود. للأمانة أخونا الأمين العام للملتقى الإعلامي العربي ماضي الخميس أبو عبد الله، احنا نهنيك على هذا الملتقى النشط دائما، وأيضا على هذا الاختيار لهذا العنوان في مثل هذه الأيام. الإعلام مقومات وتحديات، بالفعل هو الإعلام مش مهنة من ليس له مهنة. صحيح. الإعلام مهنة صعبة جدا، مثل المهن كثيرة صعبة، تحتاج إلى مقومات من جهة، والجهة الأخرى في مثل هذه الأحداث اللي تحدث في العالم أجمع تحديات يجب على الإعلام أنه يواكبها بأي شكل من الأشكال بالشكل الإيجابي. نحييك يا أبو عبد الله. أكيد بلا شك، ودائما عبد المحسن أقول أن الطبيب يوازي الإعلامي. الطبيب على طول في تقدم وفي تطور في الطب، وكذلك الإعلامي في ذات الوقت على طول في تطور وفي مواكبة وفي ثقافة وفي حضور لعمله، حتى يكون دائما راضي ومقتنع بشخصه بتقديمه بوجوده دائما في القمة على الأقل في نفسه. بنروح في جريدة الراي اللي قالت: أول غرفة في الطب الطبيعي لاضطرابات الأطفال ذوي الاحتياجات. دشنت وزارة الصحة أمس أول غرفة تخصصية لتأهيل اضطرابات التكامل الحسي للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة في مستشفى الطب الطبيعي
والتأهيل الصحي بقدرة استيعابية تصل إلى 36 حالة في اليوم. ما يقصرون وزارة الصحة دائما على قدم وساق في تقديم الخدمات العلاجية للمواطنين والمقيمين. بارك الله فيهم. إلى جريدة الجريدة والخبر يقول: هواء شرق الصين أنظف من غربها. حلو. بعد تحليل بيانات حكومية من 362 مدينة، قالت جماعة السلام الأخضر جرين بيس المدافعة عن البيئة في تقرير أمس أن تحسنا مستمرا طرأ على جودة الهواء في شرق الصين في الربع الأول من العام الحالي. بتقولون احنا ليش تحدثنا عن الصين وكذا؟ احنا نبي نكتسب على الأقل خبرات الآخرين ونجاحاتهم في مثل هذا الأمر. البيئة والهواء النقي يعود بالإيجاب على النفس. إذا كان البيئة ضررها من البشر نفسه فهناك طرق كثيرة للمعالجة. صحيح. إذا كانت من الأحوال الطبيعية سوء الأجواء أو كذا فهذا أمر من الله سبحانه وتعالى. نبي نتحدث عن هذا الموضوع خاصة على طاري الأجواء مع أسامة. لا احنا مش مطلقين عليه اسم. أسامة جهينة. لا. أو شنو هو بعد؟ لا يفتى. ومالكم في المدينة أكيد. بس خلنا الحين خس وقتنا عبد المحسن. يا حلو هوا الكويت، خلنا من هوا الصين وخلنا نية حق هوا الكويت مع أسامة المدن. يسعد صباحك أسامة. ولا قالوا الهوا وقالوا الطقس ما كله أسامة المدل مثل ما قال عبد المحسن. صباح الخير غادة، صباح الخير عبد المحسن، صباح الخير أيضا على مشاهدينا الكرام وين ما كانوا. هلا أسامة، سمعت معنا الخبر موضوع الصين، ومعروف الصين يعني أكبر عدد تعداد سكان في العالم، وانتشار المدن والتكنولوجيا المتسارعة عندهم وبالتالي تأثيرها على البيئة. اتضح أن لا يقل عن 362 مدينة، مش منطقة. صحيح. مدينة أجواءها حسب الجرين بيس مناسبة جدا وهواءها نقي. صحيح. طبعا هو يعني احنا مثل ما نعرف ان الصين يعني من الدول اللي يعني تاخذ عدد السكان فيها تعداد كبير جدا، فبالتالي يكون الاستهلاك على الطاقه واستهلاك ايضا مصادر طاقه طبيعيه من ضمنها الوقود الاحفوري اللي يتسبب انبعاثات غازات احتباس حراري، واولها اللي هو غاز ثاني اكسيد الكربون، فبالتالي تكون الاجواء ملوثه اكثر. ايضا اذا على الاجواء او الطقس في حالات جويه وظروف جويه تساعد على تركيز الملوثات في الجو، خاصة مع حالات استقرار الطقس دائما تكون تساعد على تركيز الملوثات تكون قريبة من سطح الأرض، فبالتالي دائما تكون يعني الحالات الجوية هذه اللي تكون يعني تساعد على تركيز الملوثات وتزيد الملوثات أكثر، وتزيد معها تنتشر معها الأمراض سواء كانت أمراض الحساسية أو أي أمراض أخرى تتعلق بالملوثات الجوية. فالصين قاعد تجتهد بشكل كبير على أساس أنها تتخلص من هذه الملوثات. صحيح. وأيضا مشكلة التلوث مشكلة عالمية تحتاج بالفعل تفاعل جهود عالمية لحل هذه المشكلة البيئية طبعا. بلا شك. تسلم لك الهواء يا أبو مساعد. إذن مشاهدينا مع النشرة الجوية، لكن نبديها أول شيء مع حالة الطقس. حاليا في مدينة الكويت سرعة الرياح بحدود 6 كيلومترات في الساعة بالاتجاه الجنوبي إلى الجنوب الغربي. درجة الحرارة حاليا تصل بحدود 25 درجة مئوية. الرطوبة النسبية حاليا أيضا بحدود 25%. الرؤية الأفقية بحدود 10 كيلومتر والأجواء مشمسة. راح تظهر بعض السحب العالية خلال فترة النهار اليوم، وتكون الأجواء أيضا يعني معتدلة أثناء فترة المساء، لكنها تميل للدفء وتميل للحرارة أكثر خلال فترة النهار. بالأحمدية اليوم متوقع أن تصل درجة الحرارة العظمى إلى 34 درجة مئوية، وفي مدينة الكويت أيضا متوقع أن تصل العظمى اليوم إلى 35. 36 متوقع في مطار الكويت الدولي، وأيضا في فيلتشا متوقع أن تصل درجة الحرارة العظمى اليوم بحدود 33 درجة مئوية. وفي الجزر الشمالية في وربة وبابيان متوقع أن تصل درجة الحرارة العظمى اليوم إلى 33 درجة مئوية، ولكن الأجواء تكون حارة أكثر في المناطق الشمالية. وأيضا في العبدلي متوقع أن تصل درجة الحرارة العظمى اليوم إلى 37 درجة مئوية، وأيضا مع بعض السحب العالية اللي راح نشهدها خلال فترة النهار. أما في غرب البلاد في الشقاية والسالمي متوقع أن تصل العظمى اليوم أيضا إلى 37 درجة مئوية، والرياح أيضا راح تكون جنوبية إلى جنوبية شرقية، وسرعتها تتراوح خلال فترة النهار
من 8 إلى 18 كيلومتر في الساعة. فالأجواء راح تكون أو الرياح راح تكون خفيفة السرعة خلال فترة النهار. في الوفرة في جنوب البلاد متوقع أن تصل درجة الحرارة العظمى اليوم إلى 36 و36 متوقع في النويصيب. وفي الجزر الجنوبية في كبر وقارو وأم المراد متوقع أن تصل درجة الحرارة العظمى اليوم إلى 30 درجة مئوية. مرة ثانية مشاهدينا الرياح راح تكون اليوم متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية وسرعتها تراوح من 8 إلى 18 كيلومتر في الساعة. الأجواء راح تكون مناسبة جدا لطلعات البحر والحدائق. البحر راح يكون خفيف الموج بشكل عام، ارتفاع الموج من 1 إلى 3 أقدام. بالنسبة للطقس خلال فترة المساء الأجواء تكون معتدلة، لكن على المناطق الساحلية وخاصة المناطق الساحلية الجنوبية راح نشهد ارتفاع خفيف في رطوبة نسبية، يكون في الإحساس خفيف مع الرياح الجنوبية الشرقية، لكن بشكل عام الأجواء راح تكون معتدلة. تنخفض الصغرى الليلة في الأحمدي إلى 19 درجة مئوية، 17 متوقعة في مطار الكويت الدولي، وفي مدينة الكويت متوقع أن تنخفض الصغرى الليلة إلى 18 درجة مئوية. في فيلتشا متوقع أن تصل درجة الحرارة الصغرى الليلة وتنخفض إلى 20 درجة مئوية، 19 متوقعة في الجزر الشمالية في وربة وبوبيان، وأيضا البحر راح يكون خفيف الموج أثناء فترة المساء. في العبدلي الأجواء تكون باردة نسبيا وتكون جافة أكثر، خاصة المناطق الصحراوية والمناطق الشمالية من البلاد. المناطق الغربية تكون فيها الجفاف أكثر، لكن المناطق الساحلية تكون فيها كمية بخار ماء أكثر قربها من السواحل، فالإحساس بالرطوبة النسبية راح يكون أكثر على السواحل، لكن المناطق الصحراوية تكون جافة أكثر. تنخفض الصغرى في العبدلي إلى 15 درجة مئوية، وفي غرب البلاد في الشقاية والسالمي متوقع تنخفض درجة الحرارة الصغرى إلى 15 درجة مئوية، والجو تكون بإذن الله معتدلة أثناء فترة الليل. بالنسبة لجنوب البلاد في الوفرة مشاهدينا تنخفض الصغرى الليلة إلى 18 درجة مئوية ونويصيب 20 درجة مئوية، وفي الجزر الجنوبية في كبر وقارو وأم المراد تنخفض الصغرى إلى 24 درجة مئوية. الرياح المتوقع أثناء فترة الليل أيضا تستمر جنوبية شرقية وسرعتها تراوح من 10 إلى 20 كيلومتر في الساعة. البحر راح يكون خفيف الموج مشاهدينا خلال فترة النهار، وأيضا خلال فترة الليل كمية السحب راح تكون سحب عالية في الغالب، وأيضا ارتفاع الأمواج راح يكون خفيف بشكل عام. المد الأول راح يكون في الساعة 11 والدقيقة 5:50 من صباح اليوم، المد الثاني في الساعة 12 والدقيقة 20 بعد منتصف الليل، والجزر الأول كان في الساعة 6 صباحا، والجزر الثاني في الساعة 6 والدقيقة 20 من مساء اليوم. بالنسبة لمواقيت غروب الشمس اليوم الساعة 6 والدقيقة 18 الفجر، غدا الساعة 3 والدقيقة 51، وشروق الشمس غدا في الساعة 5 والدقيقة 15. إذا مشاهدينا مع الأجواء في خلال الأيام المقبلة الأجواء راح تكون بإذن الله مستقرة مع بعض السحب العالية، لكن الرطوبة النسبية راح تستمر خلال فترة النهار على بعض المناطق الساحلية، الإحساس فيها راح يكون قليل. ارتفاع درجات الحرارة إلى 36 و37 درجة مئوية مع الرياح الجنوبية الشرقية، لكن الأجواء راح تكون معتدلة أثناء فترة الليل. تنخفض الصغرى غدا في يوم الجمعة إلى 17 درجة مئوية. الأجواء تكون معتدلة أثناء فترة الليل، والعظمى تصل إلى 36 درجة مئوية. رياح جنوبية شرقية سرعتها من 8 إلى 18 كيلومتر في الساعة. الأجواء راح تساعد أكثر على ممارسة الأنشطة الخارجية في عطلة نهاية الأسبوع، لكن في يوم السبت راح تزيد كمية السحب أكثر مع تقدم منخفض جوي، وسرعة الرياح راح يكون فيها نشاط، سرعتها تراوح من 15 إلى 40 كيلومتر في الساعة. فأنصح مشاهدينا من رواد البحر في يوم السبت أنهم يعني يتابعون النشرة الجوية ويبتعدون عن البحر، خاصة مع النشاط في رياح جنوبية شرقية. وارتفاع الأمواج راح يكون في يوم السبت أكثر من 6 أقدام أو بحدود 4 إلى 6 أقدام، خاصة مع النشاط في رياح جنوبية شرقية. العظمى متوقعة في يوم السبت تصل إلى 37 والصغرى تنخفض إلى 17 درجة مئوية، ومساء يوم السبت وصباح يوم الأحد متوقع أو الفرصة تكون مهيئة لبعض الأمطار الخفيفة المتفرقة، والرياح تكون خفيفة السرعة جنوبية شرقية سرعتها من 12 إلى 32 كيلومتر في الساعة. العظمى متوقع في يوم الأحد تصل إلى 37 والصغرى تنخفض 18 درجة مئوية. مرة ثانية في فرصة لأمطار متفرقة أثناء فترة النهار أو مع بداية الأسبوع المقبل. إذا مشاهدينا طبعا الأجواء راح تكون مستقرة خلال عطلة نهاية الأسبوع، لكن مع بداية الأسبوع القادم الأجواء راح تكون أو فرصة تكون مهيئة أكثر لأمطار متفرقة. مشاهدينا شكرا للمتابعة، والآن نعود للزملاء في الزاوية الأخرى من الاستديو. بعد من خلال التساؤلات في صفحتنا وعلى فكره بعد اذنك مخرجنا تنزل بس عنواننا او اسم صفحتنا بالانستغرام. تفضل. في تساؤل دائما انت من حيث الانتهاء في موضوع البحر،
نعم. في تساؤل عن موضوع أهل مثلا المزرعة الاستراحة اللي تكون صحراوية يعني. صحيح. طبعا أنا نوهت بالنسبة للمناطق الصحراوية خاصة في العبدلي وأيضا في شقاية والسالمي، الأجواء راح تكون جافة أكثر ومعتدلة أثناء فترة المساء. راح تكون الأجواء معتدلة في المناطق اللي هي الغربية والشمالية وأيضا الجنوبية من البلاد، سواء كان في مزارع العبدلي أو مزارع الوفرة وأيضا في الشقاية والسالمي. بالرغم من وجود الرياح الجنوبية الشرقية لكن الأجواء راح تكون جافة أكثر، كون المناطق هذه بعيدة عن السواحل، فبالتالي الأجواء راح تكون معتدلة أكثر أثناء فترة المساء، وتنخفض فيها درجة الحرارة إلى أقل من 15 درجة مئوية. فاللي بيستمتع أيضا بالأجواء المعتدلة والاجواء اللي راح تكون فيها يعني الرطوبه النسبيه تكون اقل، راح تكون اللي هي المناطق الغربيه والشماليه من البلاد باذن الله تعالى. شكرا، كل الشكر مشاهدينا لزميلنا اسامه المدن من الارصاد الجويه. شكرا لك وسعد. شكرا لك اسامه. اكيد بنروح حق شوارع الكويت حاليا وطرقاتها ونشوف ايش صار على الزحمه ورجال الشرطه اللي دائما على قدم وساق في حفظ هذه الطرقات والاخذ بالمرور بطريقه صحيحه وسليمه. معنا الملازم اول عبد الله ابو حسن ضابط قسم العلاقات العامه والتوعيه المروريه بالاداره العامه للمرور. يسعد صباحك. يسعد صباحك اختي غاده، اصب عليك وعلى اخوي عبد المحسن وعلى مشاهدين تلفزيون دوله الكويت. يا اهلا ومرحبا فيكم في يوم نقول جديد ان شاء الله خالي من الحوادث المروريه. وخميس ونيس ها؟ باذن الله ان شاء الله. صبحك الله بالخير، ونبي نترك لك الهواء بس نبي نعطي المعلومه وتاكد عليها اكثر. موضوع المخالفه اللي هي موضوع السيارات اللي تصعد فوق الرصيف الان، مخالفتها ان انتم تسحبون الارقام. هذا شيء طبيعي وفق ماده 42 من قانون المرور. يجيز لقائد نقول رجل الشرطه ان يتم مخالفه هذه المركبات، سواء بمخالفته وسحب الرخصه او سحب الدفتر او سحب اللوحات المعدنيه. فهذا اجراء يعتبر من الاجراء القانوني للاداره العامه اللي سمح لنا القانون ان نتخذه في الاداره العامه للمرور للحد من هذه الظاهره، وخاصه في بعض الاشخاص اللي يتركون مركباتهم يتسببون في عرقله حركه السير واغلاق جزء من الطريق. فدائما يمكن او عدد الونشات، او احنا مثال كمثال ان في احدى الشوارع يكون فيها عدد السيارات كبير المخالف للقانون، فالاجراء هذا هو اللي راح يمنع قائدين المركبات من تكرار هذه العمليه. كذلك يتم بدال ما احنا نسحب المركبه ونحجزها على ما ناخذ المركبه ونحتاج وقت طويل، فيتم اتخاذ الاجراء الاخر اللي هو سحب لوحات المركبات. فان شاء الله يكون رادع لهم، وان شاء الله الاخوان ينتبهون الى هذه المعلومه، عدم الوقوف بالشكل الخاطئ، عدم اغلاق الطرقات، عدم التسبب في عرقله حركه السير سواء كانت على الارصفه او في نفس الطرقات. فنتمنى من الجميع يتقيد ويانا يبتعد عن هذه السلوكيات الخاطئه اللي قد تؤدي الى سحب حجز المركبه او مخالفه الشخص طبعا مع حجز المركبه او حجز لوحات المركبه. نتمنى ذلك ملازم اول عبد الله ابو حسن، وبعطيك الهواء حتى توافينا باخر اخبار طرقات الكويت، خاصه اللي الحين على اهبه الاستعداد انه يطلع يوصل عياله او يروح دوامه او موجود حاليا في الطرقات. لك الهواء. طبعا من خلال متابعتنا من غرفة العمليات إلى الطرقات، يمكن كان معنا حادث مروري بسيط على الدائري الرابع تحت جسر الجامعة، نقول بطريق الرياض، على طريق الرياض تحت جسر الجامعة، في حادث بسيط باتجاه المدينة، لكن تواجد الدوريات خلال دقيقة أو دقيقتين من وقوع الحادث وصلت الدورية والله يعطيهم العافية رجال المرور، وصلوا بشكل يعني في أسرع وقت ممكن وزاحت هذه المركبات وعادت الحركة الطبيعية. يمكن قاعد تشاهدون معي الدورية حاليا، يمكن إذا ياخذ المخرج ياخذ الشاشة، الدورية حاليا واقفة على يمين الطريق، خذت الحادث من تحت الجسر كان مباشرة، ازاحت المركبات واخرتهم عن الشارع، قاعد تاخذ الاجراء القانوني فيهم لتحويلهم الى جهه الاختصاص. فتواجد رجال الدوريات وانتشارهم على الطرقات ساعد بشكل كبير ان ازاحه هذه المركبات وعوده الحركه طبيعيه. اما يمكن الحوادث الاخرى وردنا بلاغ ثاني اللي هو طريق الفيحيل اللي صار بناء شعيبه باتجاه النويصيب، هذا الحادث الاخر يمكن اللي وردنا. لكن بالنسبه لبقيه الحركه على شوارع دوله الكويت لله الحمد، مثل ما انتم عارفين يوم الخميس دائما يمتاز في شيء مختلف، يمتاز في معنويات عاليه حتى من نقول ما بين سائقي المركبات. قاعد نشاهد انسيابيه في الحركه، هدوء نوعا ما على الطريق يختلف عن الايام الاخرى اللي هو يوم الاحد او يوم الاثنين او بدايه الاسبوع. دائما نهايه الاسبوع تكون عندنا الحركه اخف، الكثافه اقل، انسيابيه الحركه يعني نقول في انسيابيه ملاحظه للحركه،
في تعاون للامانه ملموس من الاخوان قاعدين المركبات، فنتمنى ان شاء الله السلامه ان شاء الله للجميع، وانه ما يتعرض اي شخص لاي حادث مرور او لاي مخالفه مروريه، وانه نقول يترك هذه السلوكيات، بعض السلوكيات الخاطئه اللي قاعد يرتكبها قائدي المركبات، وخاصه احنا مقبلين على فتره عطله نهايه الاسبوع. فقاعد نلاحظ في اماكن المتنزهات او الحدائق او نقول شارع الخليج العربي بالاخص ان بعض القائدي المركبات قاعد يستخدم مثل ما قال اخوي عبد المحسن، يعني يستخدم الوقوف فوق الارصفه المبلطه، كذلك فوق نقول حتى المسطحات الخضراء. فهذه سلوكيات خاطئه راح تعرضك الى مخالفه، الى سحب، اذا سحب المركبه، الى يمكن سحب اللوحات، الى اي اجراء قانوني قد يعني يترتب على هذه المخالفه المروريه. فنتمنى ان شاء الله الجميع يتقيد معنا، نتمنى لكم عطله نهايه اسبوع سعيده خاليه من الحوادث، ونتمنى ان شاء الله السلام على الجميع. شكرا لك، كل الشكر مشاهدينا للملازم الاول. انا بس اخوي عبد المحسن، انا ما اقطع كلامك بالخير، بس لكن عندي استفسار. انا كنت قبل فتره عرضت عليك التجربه واعتقد انت فشلت فيها او ما احسنت التجربه. انا حاولت يعني اشغلك بالموضوع، اخذك بالموضوع. انا للامانه انا ركزت اني اسالك على السؤال هذا، خاصه على الهواء قدام الجمهور، لان دائما الشخصيات الاعلاميه، الشخصيات البارزه مثلكم ان شاء الله دائما لها متابعين، لها ناس يعني ياثرون على شريحه من المجتمع. فتقييدك معنا اخوي عبد المحسن يعني هو ان شاء الله يكون ياثر على نقول متابعينك، ياثر على معجبينك، ياثر على الاشخاص. بس شوف انا برد عليك واكون صريح. تفضل. انا وانت عاد بعدين لا بفسرها لك. انا استطعت بس ما استطعت. قول شلون؟ انا استطعت ان انا ابدا في اغلاق التليفون. مشيت بالشارع اوقف عند كذا اشاره، لقيت نفسي شاذ عن الناس. يا ربي الكويت صاير فيها شيء انا ما ادري عنه، العالم تليفوناته. فما استطعت اني اكمل الحمله اللي هو موضوع ان انا اغلق التليفون. يبي لك قوه. انا وياك، انت حاول مره ومرتين ثلاث، لكن لو انك استخدمت التليفون اثناء القياده وشافك احد الاخوان او احد مرتادين مستخدمين الطرقات، راح يقول كان المذيع عبد المحسن يتكلم عن التليفون، وشوفه هو بالشارع معانا يستخدم التليفون، رغم انه هو من نفسه قاعد يحذر من خلال ظهوره في صباح الخير الكويت. فنتمنى ان احنا نكون بالبدايه، احنا نكون يعني القدوه الحسنه للاخر. صحيح. باذن الله ان شاء الله. نتمنى لك انك تحاول وتقدر تنجح في هذه المحاوله. استطيع ان شاء الله. وتتغلب على هذه العاده. شكرا، كل الشكر مشاهدينا الكرام للملازم الاول عبد الله ابو حسن من اداره العلاقات والاعلام الامني بوزاره الداخليه. شكرا لك. يبي لك شويه قوه. يبي لك شويه. ان شاء الله. بدنا نستمع العلي بالتحليلات السياسيه، رؤيه ومنظور خاص جدا مع الدكتور ابراهيم الهدبان، واكيد بتكون مع زميلنا عبد العزيز الصليلي وفقره بين الاعمده. نعم، صباحكم الله بالخير عبد المحسن. صباح الخير غاده. صباحك عبد المحسن، وهقتني، انا التزمت معاك في المشروع الامني لكن انت وهقتنا الان. لا ان شاء الله نكمل انا وياك باذن الله. لك الهوى، تفضل. عطله اسبوع نتمنى تكون يعني سعيدة على الجميع بأمن وأمان والتزام بقواعد المرور. مشاهدينا الكرام، أهلا بكم بين الأعمدة، وجولة صحفية جديدة بين سطور صحف اليوم المحلية والعربية والدولية، نرصد فيها اتجاهات، منشطات وعناوين كبريات الصحف بمجهر الدكتور إبراهيم الهدبان، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت. صباحك الله بالخير. صباح الخير عبد العزيز، حياك الله. مشاهدينا، في حلقة اليوم قمة خليجية أمريكية بالرياض اليوم. بداية جولتنا بين قصاصات الصحف من صحفنا المحلية مشاهدينا الكرام، والبداية من صحيفة الشاهد التي عنونت: القمة الخليجية المغربية انطلقت أمس ولقاء القادة مع أوباما اليوم. الأمير: نمر بظروف حرجة تستوجب الوحدة. عودة لك من جديد دكتورنا، وصباحك الله بالخير. صباح الخير. يعني بين الأعمدة اليوم العلاقة تكاملية بين دول مجلس التعاون الخليجي، واليوم يعني مستوى التنسيق بين هذه الأدوار ودول الخليج في لقاءين، قمة مغربية وقمة أوباما. نعم، القمة المغربية التي حصلت بالأمس طبعا اتخذ فيها يعني أو إعلان مهم جدا، حيث أعلن دول مجلس التعاون الخليجي أنها تدعم المغرب في قضية الصحراء الغربية، وهذه قضية يعني لها حوالي 40 عاما أو أكثر في الخلاف المغربي الصحراوي.
فعندما يأتي هذا الدعم لمملكة المغرب حول قضية كهذه يبين يعني نوع من الزخم الذي أعطي للمغرب في هذا الصراع على هذه الصحراء. ثم كان هناك جزء كبير من هذه القمة يتكلم عن الأبعاد الاقتصادية. حجم التبادل التجاري بين المغرب وبين دول مجلس التعاون الخليجي حوالي 3 مليار دولار. يعني يحاول المغرب أن يدفع باتجاه تصعيدها أو زيادتها، يعني خاصة في هذه الظروف. ثم نأتي إلى قضية مناقشة الأمور التقليدية اللي تتكلم عن الإرهاب ودور المغرب بالتعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي في الوحدة الإسلامية القوى الإسلامية. يعني جميع هذه الأمور تم تداولها بالأمس مع يعني جلالة ملك المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي. طبعا عندما نأتي الآن إلى قمة اليوم مع الرئيس أوباما، هي قمة يعني ينظر إليها على أنها قمة وداعية بالنسبة لأوباما قبل أن يترك المنصب. قمة مهمة جدا لأنه في الفترة السابقة كان هناك حالة من الإحباط لدى قادة دول مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بالدور الأمريكي في المنطقة. تراجع أمريكي أو تخاذل أمريكي فيما يتعلق موضوع سوريا، فيما يتعلق أيضا موضوع الإرهاب، فيما يتعلق بعدة مواضيع منها اللاجئين وغيرهم، في الموضوع النووي على سبيل المثال في العلاقة مع إيران. فكان لابد أن تقوم هذه الدول بأخذ الأمور بيدها فيما يتعلق باليمن، فيما يتعلق بسوريا. عندما نتكلم في الملف السوري واليمني، نعم. كان دول الخليج هي المتصدر للمبادرات. نعم، وجدت أنه آن الأوان الآن مع الانسحاب الأمريكي من المنطقة، مع يعني التراجع الأمريكي أو في الدور الأمريكي ودخول للدور الروسي، وجدت هذه الدول أنه لابد من أن تقوم هي بنفسها بالمحافظة على أمنها، على استقرارها، على مصالحها الإقليمية. فبالتالي يعني هذا اللقاء يركز على هذه النقاط، على تراجع الدول الأمريكي، على ما الذي تستطيع أن تفعله الولايات المتحدة الأمريكية مستقبلا بمساعدة هذه الدول. يعني كان في الفترة السابقة منذ حوالي 20 عاما في فترة غزو الكويت، تحرير الكويت وإسقاط النظام العراقي، تواجد أمريكي الفعلي حل محل يعني أي دور إقليمي لهذه الدول. أما الآن لا، هذه الدول عليها أن تلعب هي الدور الذي كان يعني يفترض أن تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي يجب أن يكون هناك تنسيق فيما يتعلق بالصواريخ البالستية التي تشكلها إيران أو التهديد الإيراني لهذه المنطقة، عن موضوع الإرهاب والتنسيق في موضوع الإرهاب، موضوع الاستخبارات ومعلومات متبادلة بين الطرفين، موضوع الميليشيات التي تدعم من إيران، الدور الإيراني في سوريا، الدور الإيراني في العراق، الدور الإيراني في اليمن أو في يعني جميع هذه الدول. جميع هذه الأمور ستبحث اليوم مع الرئيس أوباما. لا شك أن هناك يعني يشعر الرئيس أوباما بخيبة الأمل الخليجية في يعني علاقتها بالولايات المتحدة الأمريكية، لكن يعني ممكن أن توضع الأمور على النصاب في لقاء اليوم. هل سوف يتم التطرق إلى موقف روسيا والتنسيق بين روسيا وأمريكا في الملف السوري مثلا؟ بالتأكيد، لأن يعني هذه القضية الآن مباحثات جنيف يعني تقريبا يشوبها التهديد كبير بأنها قد تقف، وقد ننتقل إلى ما يسمى ببلان بي، الخطة باء، التي قد تتطلب تدخلا عسكريا فعليا لإرغام الجميع على وقف إطلاق النار ويعني تقسيم أو الوصول الحل إلى السلطة في ظل التعنت يعني السلطة أو النظام في سوريا على قضية التمسك ببقاء الرئيس بشار الأسد، على خرقه للهدنة فيما يتعلق بضرب المدنيين. بالأمس حوالي 50 أو أكثر من المدنيين قتلوا في قصف جوي. الأمور مستمرة. الطرف الآخر أيضا يعني في تبادل إطلاق النار. تتوقع أنه راح تأثر على سير المفاوضات في جنيف؟ الملف السوري نعم، لأن جنيف مهدد الآن بأن ينتهي بالكامل، وكان هناك تهديد يعني حتى الأمم المتحدة تذكر بأنه إذا وقفت أو إذا فشلت المفاوضات الآن لن تعود مرة أخرى إلا بعد مرور عام كامل. وتخيل عدد الدماء أو كمية الدماء التي ستراق في هذا العام القادم لو لم يعني يتم التوصل إلى اتفاق في ملفات عديدة في طاولة المباحثات في قمة أوباما ودول مجلس التعاون الخليجي. هذا صحيح. ننتقل معك إلى عنوان آخر من صحفنا المحلية. الكويت تعود إلى إنتاج 3 ملايين برميل خلال 3 أيام، والناقلات العملاقة تصطف في المرفأ استعدادا للتحميل. رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح: تهديد الدولة مرفوض، وإنهاء الإضراب شجاعة مقدرة. يعني مرينا في ظروف كانت ربما صعبة في إضراب عمال شركة النفط. نعم. هذه يعني النتيجة اللي وصلنا لها وقف أو شجاعة من ومسؤولية وطنية طبعا من العمال
شركة النفط في وقف الإضراب. نعم، أنا أعتقد يعني الآن الكويت تنتقل ودول مجلس التعاون الخليجي والعالم العربي والعالم أكمل ينتقل أو يعيش في ظروف معينة، خاصة في موضوع تراجع مداخيل البترول وانخفاض أسعار البترول. فوجدنا أن دول مجلس التعاون الخليجي الدول المصدرة للبترول بدأت تدخل إلى مرحلة تقشف. في هذه المرحلة كثير من الامتيازات، كثير من الأمور على الجميع يعني يفترض أن تقلص. البعض قد يرى أنها يعني عادلة أو غير عادلة، فبالتالي البعض قد يدخل في تفسير معين لهذه الظروف، قد يعتقد بأنه مستهدف هو بالذات، لكن قمة الوطنية أن يتم التراجع في سبيل مصلحة الوطن. في النهاية في النهاية مصلحة الكويت هي الهدف. فأحيانا حتى عندما أضطر أنا العامل سواء في الجامعة في البترول في أي قطاع من القطاعات أن أتخلى عن جزء من امتيازاتي التي كانت قد يعني أعطيت إلي من الدولة، يعني الجميع عليه أن يستعد لهذه التضحية في سبيل يعني ألا يغرق المركب بالكامل. فإذا أنا أعتقد أنها شجاعة من الأخوة المضربين أنهم تراجعوا عن إضرابهم، شجاعة أيضا وحكمة من الحكومة في أنها لم تصعد وبأنها حاولت أن تصل إلى نقطة اتفاق بينها وبين المضربين. نعم، الحمد لله على هذه النتيجة، وإن شاء الله أبنائنا فيهم خير وبركة، والكويت بالتأكيد لا أحد يقدم بالتأكيد لا أحد يقدم المصلحة الخاصة على المصلحة العامة. ستجد يعني البعض قد يفعل لأننا بشر، لكن في النهاية الجميع ينظر يعني بموضوع مصلحة الكويت. الظروف المحيطة بنا يعني نحن لسنا يعني بمعزل عن الظروف المحيطة بنا، الجميع يعاني في المنطقة. الدول مجلس التعاون الخليجي، الدول المصدرة للبترول، الجميع يعاني، وبالتالي علينا أن نوازن إلى حد ما، نتنازل قليلا، نطالب قليلا لا بأس، لكن علينا أن نصل يعني إلى اتفاق في النهاية. نعم، ننتقل معك دوليا دكتور ومشاهدينا الكرام. الشرق الأوسط تسلط الضوء على القمة الخليجية المغربية التي عقدت في الرياض أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين، وتلفت أن سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه أشار في كلمته أن اللقاء يعقد في ظروف سياسية وأمنية واقتصادية حرجة، مؤكدا المضي في السعي لتعزيز الشراكة الاستراتيجية. كما ذكرنا في بداية يعني حلقتنا أو فقرتنا، يعني هناك رهانات خليجية مغربية في موضوع المغرب، قضية اقتصادية، قضية التعاون حتى يعني في إطار القوة الإسلامية التي أنشئت، الدور المغربي المقبل، دعم العلاقات المغربية الخليجية. فأعتقد أن يعني هذا هو الهدف. ويعني منذ عدة ساعات غادر يعني جلالة ملك المغرب إلى المغرب، انتهت هذه القمة وستبدأ قمة أخرى كما ذكرنا في يعني بينهم بين الرئيس أوباما. نعم، هي نفس النتائج اللي ذكرناها في بداية الحلقة. إذا ننتقل إلى الخبر الآخر. نيويورك تايمز تتوقف عند نتائج انتخابات نيويورك التمهيدية، وترى أن الفائزين الكبيرين هما هيلاري كلينتون ودونالد ترامب. صحيفة نيويورك تايمز أيضا قدمت قراءتها لمستقبل السباق الانتخابي في ضوء هذه المعطيات التي تفتح باب الترشيح واسعا أمام كلينتون، بينما تعزز فرص ترامب في نيل الترشيح الجمهوري، والتحدي أمامه الآن هو الفوز بالعدد المطلوب من المندوبين. كيف تقرأ هذا الخبر، هذه الدراسة المقدمة من نيويورك تايمز؟ يعني بعد أن كان هناك تراجع للسيدة كلينتون بداية في الحصول على يعني بعض المدن، يعني عندما حصل فيها الانتخابات التمهيدية هذه، وجدنا أنها الآن حققت مكسبا في ولايتها هي يعني في نيويورك، وحصلت على دفعة قوية جدا في هذا السباق يرشحها فعلا بعد يعني أو في فترة قريبة إلى أن تصبح هي مرشحة الحزب الديمقراطي في تراجع للسيد ساندرز. فوجدنا أنه بالنسبة للمعسكر الجمهوري دونالد ترامب حقق انتصارا كبيرا في نيويورك، يعني جعله أيضا يعني قد يضطر الحزب الجمهوري، مع أنه أرسل رسائل كبيرة تبين بأنه يريد أن يكون هناك بدائل عن ترامب سواء السيد كروز أو كيسك، لكنه مضطر في تصوري في النهاية إلى أن يتعامل مع ترامب، وقد يكون فعلا هو المرشح لهذا الحزب. وجدنا أنه يعني على سبيل المثال هو فاز في نيويورك إلا في مدينته، إلا في منطقته وهي منهاتن، فانه خسر. هو كان المتوقع كلينتون انها تفوز في يعني كلينتون فازت في نيويورك طبعا. ترامب كان في فرق كبير اعلاميا على الاقل كما نشاهد. ترامب كسب الاصوات بالنسبه للجمهوريين، كلينتون كسبت اصوات الديمقراطيين، فوجدنا ان هناك دفعه قويه فعلا لكليهما في هذه الانتخابات. فبالتالي حتى ولو ان الحزب الجمهوري لا يحب ان يتعامل مع
ترامب أو لا يريده أن يكون هو الممثل، لكن قد يضطر في النهاية فرض نفسه ممكن. نعم فرض نفسه، وبالتالي قد يضطر في النهاية إلى أن يتعامل معه ويجعله هو المرشح للانتخابات الرئاسية. إذا نحن بين كلينتون وترامب مبدئيا نعم، حسمت إلا إذا حصلت يعني مفاجآت. نعم، وأنا أستبعد الآن في ظل هذا الزخم الذي يقوده ترامب، أنا أستبعد. بعدين علينا أن ندرك أن أحيانا يعني حتى في الانتخابات السابقة عندما كان رئيس جورج بوش الابن وغيره، دائما قد يحصل أمور متعلقة بالأمن، وهي أكثر ما يثير مخاوف الشارع الأمريكي، مما يجعل خطاب ترامب الذي فيه تطرف وفيه نوع من الشدة على الآخرين قد يجعله مقبولا. فحتى تلك الساعة نجد أن علينا أن ننتظر ونرى، لأنه لا زال الآن ترامب متقدم. إذا تصدر في الانتخابات بالنسبة للحزب الجمهوري، ممكن تكون هناك خطوط حمراء لا يتجاوزها بما يخص علاقاته مع دول التحالف. العزيز، جميع المرشحين على وجه الأرض يعطي وعودا أثناء الحملة الانتخابية، ثم عندما يصبح هو فعلا يعني رئيسا أو نائبا أو كذا يعني يدرك الواقع، هو لا يستطيع أن يشذ عن الواقع كثيرا يعني. عليه أن يتعامل مع جميع من أهانهم، عليه أن يتعامل مع جميع من هددهم، عليه أن يتعامل مع الجميع لأنه يأتي إلى أرض الواقع. نعم، يعني عندما واحد لما يوصل تختلف الفكرة. نعم، تختلف بالكامل يعني، فيجد أنه يعني سيسير مع الركب يعني. طيب، لوموند الفرنسية تهتم أو أيضا تهتم بالعلاقات على خط موسكو باريس. أما المناسبة فزيارة وزير الخارجية الفرنسي إلى روسيا ومباحثاته مع الرئيس بوتين. عنوان مقالة لوموند اختصر واقع العلاقة بين البلدين. رغم اللقاءات بين فرنسا وروسيا العلاقات لا تتقدم. لوموند رأت أن روسيا شريك صعب لفرنسا. كيف ترى دكتور نعم أبعاد هذه العلاقة؟ الرئيس بوتين صرح بأنه يريد وهو حريص على أن تزداد العلاقة، لأن مصلحته بعد خاصة قضية أوكرانيا على أن يخرج من الحصار الذي فرضته عليه أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. هو استطاع أن يخرج من هذا الحصار في موضوع سوريا، وأصبح لاعبا رئيسيا في سوريا، على الجميع أن يتعامل معه وينسق معه في موضوع الإرهاب، في موضوع الدولة الإسلامية أو داعش. فهو استطاع في بعض الملفات أن يخرج من هذا الحصار. إذا عدنا إلى أوكرانيا نجد أن هناك تردد أوروبي في التعامل معه. فالآن عندما يقوم أو وزير الخارجية الفرنسية بزيارة روسيا، هناك يعني نوع من محاولة التنسيق إلى حد ما، تصعيد أو زيادة حجم التعاون. نعود فنركز على قضية أنه في ظل التراجع الأمريكي دوليا وعالميا في الملفات العديدة، قد تجد أوروبا نفسها يعني مضطرة إلى أن تنسق مع روسيا في المرحلة القادمة، حتى تعود الولايات المتحدة الأمريكية إلى المستوى الذي عهدناه في قضية قيادة العالم. يعني هل روسيا خسرت علاقات عديدة حتى تهتم بعلاقاتها مع فرنسا؟ طبعا، خاصة في موضوع أوكرانيا. نعم، المشهد السوري، موضوع أوكرانيا هو خسرها الكثير طبعا. ويجب علينا أن ندرك الآن حتى يعني قبل زيارة يعني أو في تزامن مع وزير الخارجية الفرنسية، وجدنا زيارة لرئيس الوزراء الإسرائيلي إلى روسيا. هناك أيضا تنسيق إسرائيلي روسي نعم. في عدة ملفات. طيب، ننتقل معك إلى يعني الفقرة الأخيرة دكتور، كاريكاتير اليوم من موقع الشرق الأوسط. نعم، نشاهد تعليقك دكتور. نعم، الآن يعني حجم التوقعات اللي كانت في جنيف الآن في اللقاء الأخير كانت واسعة عريضة. الأمل في أن يكون هناك وصول إلى اتفاق. الجميع راهن على هذا اللقاء الأخير بأن الجميع أدرك بأنه لا يستطيع أن يحسم الأمور عسكريا، ثم تقلصت التوقعات حتى أصبحت على أقل ما يكون. والآن يعني حتى مؤتمر جنيف مهدد بأن ينفض وألا يكون هناك اتفاق، مما يهدد إلى عودة الحرب أو استمرار طبعا الحرب القائمة حاليا. طيب، كان المفاوضات يعني إلى فراغ في النهاية. يعني هذا واقع ما هو حاصل الآن، إلا إذا قدم فعلا النظام تنازلا كبيرا الآن أو تراجع عن مواقفه وتصريحاته التي يعني بين بأنه فيها قد يستغني عن المعارضة، وأنه يشكل حكومة موسعة يراها هو، بالإضافة إلى المعارضة التي يراها هو يعني ويجعلها أو يعتبرها شرعية. أعتقد أن هذا الموقف لا يخدم المفاوضات. نعم. وبالتالي سيؤدي إلى فشل هذه المفاوضات. نعم، شكرا دكتور. وصلنا معك إلى ختام هذه الفقرة بين الأعمدة. مشاهدينا الكرام، وصلنا معكم إلى ختام هذه الفقرة، ونشكر الدكتور إبراهيم الهدبان أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت. نلتقيكم بإذن الله في الأسبوع القادم. إلى اللقاء، وعودة إلى الزملاء في صباح الخير. ولئن كانت خدمة الوطن غايتنا ومصلحة الكويت هدفنا، فالحوار العاقل الواعي والتشاور والتوافق والتسامح سبيلنا.
ونحن في دولة القانون والمؤسسات والحرية. ينبغي أن تتسع الصدور لكل رأي بناء أو نقد إيجابي يستهدف المصلحة العامة. وعلى المستوى الإقليمي فإننا على ثقة بأن إداؤنا في مجلس التعاون لدول الخليج العربية يرتفع إلى مستوى الأخطار التي تهدد بلداننا والتحديات التي تواجه شعوبنا وتعزز من قدراتنا وإمكاناتنا الجماعية. كما بات من الضروري مضاعفة العمل على توسيع نطاق التعاون والتواصل والتعامل ليشمل الشعوب والمؤسسات والهيئات الأهلية إلى جانب المستويات الحكومية والرسمية. حياكم الله مشاهدي تلفزيون دولة الكويت، متابعي برنامج صباح الخير يا كويت. تابعوا هذا اللقاء لما له أهمية في مثل هذه الأيام، وخاصة بعد انتشار مواقع التواصل الاجتماعي. صحيح. تبادل الأدوية وبيعها عن طريق وسائل الاتصال الاجتماعي أصبحت ظاهرة منتشرة بكثرة في الآونة الأخيرة، وهي تتم غالبا عبر أفراد ليست لديهم أي صلاحية في بيع الأدوية، وأيضا تتم عبر شركات دوائية وهمية تعرض منتجاتها بكل يسر وسهولة وحتى بدون رقيب. وانت صاجي عبد المحسن، استغلال حاجة المريض وسلب أمواله بطريقة يغلب عليها النوع من التلاعب هو أمر لا يمكن السكوت عنه والخضوع له. ونحن نؤكد بأن الدواء وجميع المستحضرات الطبية يجب أن تصرف عبر مصادر مأمونة ومضمونة في نفس الوقت عن طريق الطبيب أو الصيدلاني مباشرة، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة المريض. حول موضوع تسويق وشراء الأدوية عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، نسعد بأن تكون معنا اليوم الدكتورة ذكريات الشمري، صيدلانية في منطقة حولي الصحية. دكتورة صبحك الله بالخير معنا. صبحكم الله بالخير. يا هلا. يا هلا وسهلا فيك، حياك الله. نبي نتناقش مشاهدينا الكرام حول هذا الموضوع، لكن نبي نشوف هذا التقرير ونرجع للدكتورة. تنامت مؤخرا ظاهرة التسويق الإلكتروني للمنتجات الطبية عبر الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي، حيث بيّنت الإحصائيات الدولية الصادرة من منظمة الصحة العالمية أن أكثر من 95% من الأدوية المتداولة على الإنترنت هي أدوية مزيفة ومغشوشة. شراء المنتجات الطبية عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت خطر على الصحة العامة، حيث أنها عادة ما تكون مجهولة المصدر ولا يمكن معرفة أين تم تصنيعها، فالانسياق وراء الإعلانات المضللة في المواقع الإلكترونية قد يؤدي إلى شراء مستحضرات طبية مغشوشة بمواد أخرى سامة ممنوعة دوليا أو جرعات عالية. بد من محاربة شراء الأدوية عن طريق التسويق الإلكتروني، نظرا لأن أخطر عمليات تسويق للأدوية المزورة والمهربة هي عبر التسويق الإلكتروني وليس التسويق العادي، وذلك لكونه غير
حياكم الله. ما في شيء أهم من صحتكم. اي والله. هذا شيء جدا مهم، يعني تحرص جدا في مثل هالأمور على أن أنت تذهب إلى صاحب المهنة. بداية دكتورة ذكريات، لو تحدثنا عن أبرز وأهم الأسباب اللي جعلت الناس في الآونة الأخيرة يسعون إلى شراء الأدوية بمختلف أنواعها عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي. هذا الأمر بالتأكيد يجعل المريض فريسة سهلة لهؤلاء الأشخاص. الحقيقة أن الحين وسائل التواصل الاجتماعي هي صارت الحين أقوى شيء حق الدعاية والإعلام. فأنا إذا صاحب شركة أو عندي أو أنا وكيل حق منتج، أولى أن أعطي منتجي حق أي شخصية مشهورة عشان أسوق لها عشان كل متابعينا يلحقونه، ومنتج يكون أحسن من إني آخذ مساحة إعلامية وأسوق لها الحين بهالزمن هذا. على اعتبارنا مجانا، يعني عفوا، ان الموقع هذا مجاني بدل لا يخسر في موضوع اعلان تجاري او في موقع ياخذ منه فلوس صيدليه او. بس المهم اني انا راح اضمن ان المتابعين راح يكونون وايد، ان الحين احنا بزمن السوشيال ميديا. صح. يعني اذا كل واحد قاعد يتابع مليون شخص، يعني انا راح اضمن ان المنتج مالي او السلعه مالتي راح تمشي، يعني مو بس الادويه، على كل الاشياء يعني. حلو. دكتور ذكريات، يمكن هناك وكالات خاصة في هذه الأدوية وممكن يكون عندها طبعا مصرحة من وزارة الصحة وماشية حسب النظم والقانون. طيب الكثير من الأدوية غير مصرحة من وزارة الصحة، كيف ممكن نعرف هذه النقطة أو كيف نوصل لهذا الشيء إذا مشينا على الانستغرام؟ الأولى أن احنا ما نمشي على الانستغرام، أن أغلب الأدوية الموجودة داخل السوشيال ميديا مو مصرحة. أغلبها مو كلها، بس أغلبها غير مصرح فيها. أنه ساعات تلاقين صيدلي قاعد يسوق حق صيدليته. حلو. هذا شيء مرخص يعني بالصيدلية. حلو. بس الأغلب الحين كلها تاجرات، صالونات. هل ممكن أقاضي دكتور ذكريات؟ ممكن يتقاضى. وأنا سويت لقاء مع محامية وقعدنا وتكلمنا بهالموضوع، وان شاء الله لنا نشاط جديد الحين ان شاء الله راح يكون. طيب وين دور وزارة الصحة كجهة حكومية ورقابية بنفس الوقت في مثل هذا الموضوع وتسليط الضوء عليه وكشفهم، وبالتالي ابلاغ الجهات المختصة في موضوع الجرائم الالكترونية؟ تعتبر من نوع من انواع الجرائم الالكترونية هذه. دور وزارة الصحة موجود، والرقابة الدوائية والتفتيش، إدارة التفتيش جدا نشط. بس في أدوية قاعد تنعرض من برا الكويت، يعني صحيح. تنعرض بالسوشيال ميديا برا الكويت. الكويت ما لها سلطة عليهم برا. قاعد يسوون حملات تفتيش في مداهمات عن طريق المباحث والوزارة الداخلية، ووايد أقسام قاعد تدش معاهم، وقاعد وايد أشياء قاعد تصير كبسات، وقاعد تسمعون بالجرايد والتلفزيون أكيد. هل هناك أدوية فعلا خطرة ما زال يتم لها التسويق وما زال عليها إقبال؟ اي احنا شعب مستهدف دفيع يعني مادي. اي مادي. ننقسم فئتين، فئه شباب وفئه البنات. فئه الشباب يتجهون دائما حق الهرمونات، حق حبوب الجنسيه. فئه البنات يتجهون دائما حق حبوب التخسيس والكريمات الجلديه مثل كريمات التبييض وغيرها. دكتوره، في مثل عندنا شائع يقول اسال مجرب ولا تسال طبيب. فبالتالي البعض ياخذها من باب هذا المثل، انه والله هذا الشخص قد يكون مجرب العلاج او هذا الكريم او هذه الفيتامينات، فبالتالي التجربه واضحه عليه انه شخص سوي ما فيه الا العافيه، فياخذها من هذا الباب. لو قلنا هذا ممكن صح، ممكن تنطبق عليه هو؟ لا، هذا المثل ما ينطبق على الاشياء الطبيه، خصوصا انها هي ممكن تضر بصحه الانسان. وتضر بصحة إذا واحدة حامل مرضع، تضر إذا إنسان قاعد ياخذ أدوية ثانية يصير دراج انتر أكشن. صحيح. يعني ما ندري الحالة الثانية، يعني الدواء اللي يوصفونه حق هالشخص يعني ما أوصفه أنا حق أختي أو حق بنت عمي، ما يصير. إن هذا يختلف من جسم لجسم طبعا. صحيح. طيب دكتور ذكريات، شلون ممكن الحد من هذه الظاهرة؟ شلون ممكن نوقفها؟ هل هناك عندكم فكرة، حملة تحاولون تصدون ظاهرة السوشيال ميديا اللي قاعد تروج عن أدوية غير مصرح فيها من وزارة الصحة وضارة بذات الوقت؟ لازم التوعية تصير أكثر طبعا، يعني من قبل التلفزيون والجرايد والسوشيال ميديا بعد، يعني منهم مو فيهم لازم. صح. ولازم يكون في رادع حق أي إنسان يبيع أدوية وهو مو ذوي اختصاص. يعني الأدوية من تخصص الصيدلي
او الطبيب بس. غير كذي ما يصير اي شخص، يعني لازم تنحط قوانين رادعه توقف هذا الشيء عشان صحه الانسان والمستهلك. في هناك الكثير من الادويه دكتوره انها قد منعت في العديد من الدول الخليجيه ولم تمنع في دوله الكويت. ترى ما هي الاسباب؟ ما هي الادويه اللي تم سحبها مؤخرا من صيدليات دوله الكويت سواء الخاصه او حتى الحكوميه؟ اي ادويه مطبقه ومصرح فيها بالخليج تتصرح مباشره بالكويت. اذا في بعض الادويه مو مصرح فيها او مو يعني موجوده بالكويت مو موجوده برا يكون ما لها وكيل. هذا السبب يعني، بس انه ما في يكون عندنا احنا في وكيل وهم ما عندهم وكيل. بس اكيد اذا اي يوم يكون عنده وكيل دايركت راح يتصرف فيها. بالنسبه حق الادويه اللي انسحبت تونا ساحبين 3 ادويه اللي هو اكس بلاك، تروي، ريلاكس، يعني لاحتواء بعض المواد الجنسيه انسحبت من السوق وخلاص ما عاد تصرف نهائيا. نزلتوا فيها محاذير عفوا نزلتوا فيها محاذير تحذير او تنبيه للمستخدميها بان وقفتوها لهذا السبب؟ هي توقفت من السوق كله. إدارة التفتيش والرقابة قاعد تسوي حملات الحين مثلا بالمدارس، بالكليات، في الجامعات، قاعد تسوي مثل معارض وأشياء تنويرية تنبه الناس أن هذا الدواء ترى توقف، هذا المزور، هذا الأصلي. في أدوية وايد موجودة بالسوشيال ميديا مزورة. احنا ما ندري شلون دشت البلد، شلون دشت بالتهريب، دشت عن طريق وكيل، شلون متخزنة، هل متخزنة بدرجة حرارة مناسبة، تسجيل صالح ولا مو صالح. في الحين 3 مصانع توقفت التعامل معاها وسحبنا الادويه من السوق انه اللي خطا في التصنيع. جميل. عشان كذي لازم الكل يدير باله من هالنقطه. يمكن دردشت معك تحت الهواء دكتور ذكريات وقلتي لي عندك انستغرام وكذلك سناب شات قاعد تمشين بهذه الحمله ان تحاولين كثر ما تقدرين توصلين رساله لكل متابعينك، لنقول شريحه كبيره انها توخر عن هذه الأشياء. كلمينا عن تفاعل الناس معك في هذا الموضوع. والله الناس الحمد لله في استجابة كبيرة، بس يعني ما نقدر احنا نوصل، انا وحده ما اقدر اوصل حق كل الناس يعني سواء بالكويت ولا برا الكويت. الحمد لله في متابعين من كل الدول. هذا حساب الدكتورة اخوان كنترول، هذا حساب المشاهدين، هذا حساب الدكتورة ذكريات الشمري للاستفادة اكثر. دكتورة يمكن السؤال خارج عن موضوعنا لكن لا يزال في موضوع الأدوية. يشاع بأن الأدوية اللي موجودة في المستشفيات الخاصة أو الصيدليات الخاصة أفضل أو مسروع، يعني بسرعة فعاليتها أكبر، الفعالية عندها مفعولها أسرع عند الآخرين، أفضل من المستشفيات الحكومية والمستوصفات الحكومية. صحيح هالكلام؟ لا، هذا الكلام مو صحيح. ان كل الادويه الموجوده في المستشفيات الخاصه وفي الصيدليات الخاصه موجوده بالحكومه. اللهم في نقاط، يعني مثلا صيدليات الحوادث في المستشفيات ما تتوفر كل الادويه، بس ان من اسمها حوادث او طوارئ، يعني تكون مثلا الانتيبيوتيك، كل المسكنات، الاشياء الضروريه تكون فيها. صح. بس داخل المستشفى تلاقي صيدليات موجود فيها كل الادويه. مثلا اذا رحنا مستشفى العيون، المستشفى البحر، تلاقي كل ادويه العيون، يعني صحيح. مستحيل تلاقي دواء عيون موجود بالصيدليه الخاصه مو موجود بالمستشفيات. صحيح. المستوصفات بعد ادويتها محدوده، بس كل شيء موجود، بس مو كل الشركات، مو كل الانواع. مثلا الناس كلها تعرف الادول كادول اسم تجاري. صحيح. يعني حتى لو نروح اوروبا نقول نبي ادول يعطونك اياه، بس احنا نتعامل بالاسم العلمي. يعني بالمستوصفات تلاقي باراسيتامول، يمكن تسال اي احد شنو باراسيتامول، في وايد ناس ما يعرفونه انه هو نفس الادول. عشان كذي في ناس تقول لك انا خذيت هذا الدواء، خذيت الادول وطبت، خلاص انا ما راح اخذ مال الحكومه، عبال انه بالحكومه مو موجود بس باسم ثاني، مختلف المسمى. هي شركات واسم العلمي بدال الاسم التجاري. احنا جميل. احنا وايد سعداء بوجودك معنا دكتور ذكريات، وفتينا فاد ان شاء الله، واكيد اللي شافوا حسابك الحين راح يتابعونك حتى يحافظون على تاج راسهم اللي هي الصحه، اللي ما يقدر الواحد يستغنى عنها، هي تاج على رؤوس الاصحاء، اذا ما حافظوا عليها انتهوا. فتقولي لهم برساله بسيطه شنو تحاول توصلي لهم بهذا اللقاء؟
ان احنا لازم ندير بالنا من الادويه اللي قاعد نستعملها، لازم ما ناخذها الا من ذوي الاختصاص، ما نشتريها من السوشيال ميديا، ما نشتريها من الشخصيات المهمه ان هم ممكن يتكلمون عن الجمال، عن اللبس، عن المكياج، عن اي شيء يقدر مصرح لهم، بس لا تتكلم عن الدواء. اي ان هذه فيها صحه انسان وحياه انسان ممكن نضره، يعني احنا يمكن سمعنا احداث صارت، يعني مثلا اللي قاعد ياخذ حبوب التكميم او بديل التكميم شنو قاعد يصير. صحيح. في وايد اشياء صارت. صحيح. لازم تتوقف حقيقه هذه الاشياء وتنمنع منعا باتا. يعني نختصرها دكتوره يمكن توافقيني فيها، هذه معدتك اللي تحطه فيها هو يعود عليك. صحيح. صدق. كل الشكر مشاهدينا لضيفتنا الدكتوره ذكريات الشمري، صيدلانيه في منطقه حولي الصحيه. شكرا لك دكتوره. شكرا لك دكتوره. ومن الصحه الى صحه اخرى اللي هي الرياضه، بنروح مع الكوتش عبد الله العوضي ونشوف شنو تمرينات اليوم ونشتغل معه. صباح الخير، حياكم الله معنا بالفقره الرياضيه. كوتش عبد الله، بما ان احنا متواجدين هني في هذا الجو الحلو، اجواء وايد حلوه، وانصح اي واحد يقدر يهني اذا الجو حلو يقدر يتمرن. طبعا وايد ناس يروحون الجيم، وايد ناس يبون يسوون تمارين بالاجهزه، لكن في شيء مهم لازم تعرفه، انك انت تقدر تسوي تمارين باستخدام وزن جسمك او باستخدام جسمك، تمارين فعاله راح تساعدك انك تحرق دهون، تبني عضلات وتغير جسمك وتستانس بنفس الوقت. فكل اللي تحتاجه جسمك، او تقدر تعتبر جسمك هو الاله او المشين اللي انت راح تستخدمه اليوم. ودائما خليك كرييتيف، خليك مبدع، تقدر تسوي تمارين وايد حلوه. وهني احنا مثل ما تشوفون عندنا هذه الصبه نقدر نسوي فيها تمارين وايد حلوه، فتابعوني تقدرون بعدين انتم هني تسوون هالتمارين مثلها. فاول تمرين راح اسويه تمرين الستيب اب، راح يكون بهالشكل هذا، راح اخذ ستيب فوق وبريلي هذه راح اصعد فوق واسوي كيك، 1 وارجع بعدين اعكس، 2 احرص ان الفيد كله يكون على العتبه، 3 4 5 6 7 8 9 10. اوكي، هذا تمرين اكشن. التمرين اللي بعده راح نسوي ست اند جب، او راح نسوي مثل سكوات بوكس، نسميه سكوات بوكس. من تقعد طبعا تروح تصعد فوق جمب وتنزل مره ثانيه تقعد، بس طبعا لما تقعد ما تقعد بحيث انك ترتاح، ابيك بس تلمس الستب هذا، راح تلمس، بمجرد ما لمست سوي جمب 1، لان اذا قعدت على الاخير معدتك ريحت، جسمك ريح، ما راح تستفيد من التمرين، راح ياثر عليك. لكن بمجرد ما تلمس راح تشد عضلات رجلك، جمب 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اوكي، هذا التمرين الثاني سويناه. اوكي، الحين طبعا نقدر نشغل بعد الجزء العلوي، فاللي راح اسويه راح اخذ العتبه كستب، راح انزل تحت، راح اشغل الجزء العلوي، تمرين البوش اب، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. هذا التمرين الثالث. مثل ما شفتوا تمارين جدا سهله، انا سويت لكم 3 تمارين ممكن تسويها على نظام سيركت، تاخذ كل تمرين دقيقه وتريح، تروح التمرين الثاني دقيقه تريح، التمرين الثالث دقيقه تريح. هذا عباره عن جوله، سوي 3 و4. راح تقول شوف شكل تمارين سهله، لكن صدقني الهارت ريت راح يرتفع، راح تستانس بالتمرين بهالجو الحلو. ان شاء الله عجبتكم التمارين، نرجع لكم الاستوديو، يعطيكم الف عافيه. حياكم الله. احبتنا نرجع للشيف سامي حيمور. ايش اللي وصلت له؟ انا شايفك قاعد تقلب شريحه. هلا احنا قطعنا الحلومي تشيز وشرحات زي هيك بالسبكان. اوكي، هذا شنو اللي قاعد؟ هذا طحين. طحين نحطها بالطحين، بعدين نحطها بالبيض. رجعنا للبيض. لا عامل لك واحدة بدون بيض. حبيبي. طيب
طبعا عشان يمسك البقسمات هاي فيها. زين. البقسمات شنو نوعها؟ شنو اللي فيها؟ برد عادي محمص ومطحون توست. وهم تقلبها؟ بدنا نقلبها. طبعا هذا الصحن كثير زباين بيطلبوه عندنا بالمطعم الارابيسك. السلام. وقت الافطار طبعا. نعم افطار. بالامكان انه يطلبونها ايضا في الفترات. لا بصير الغداء والعشاء ما في مشكله بصير. تعمل حتى نتاكد انه كل شيء مغطى بالهاي. طيب هلا هاي هيك جاهزه. بنحطها بالماكينه للتسخين او التحميص. لا هاي ماكينه الوافلز بنحمصها تحميص. حلو. حط شويه زيت. هذا زيت؟ زيت رشاش عشان ما نكتر زيت بالفرشايه وهيك. طيب ايش كثر تاخذ مدتها؟ هذا 3 دقائق بتاخذ. 3 دقائق على الوجه الواحد ولا الوجهين؟ 3 دقائق كاملين. ايه الوجه الواحد هي راح تاخذ على الوجهين. مضبوط. لما تاخذ اللون المضبوط الذهبي تطلع كريسبي. اللي ما يبي مثلا على سبيل المثال ما يبي بيض يعني ياخذها هني من الطحين على الطحين بصير انه يحط مثلا عسل بدل البيض انه يسن انه البقسمات هاي تلزق فيها عشان تاخذ لون لما نحمصها. طيب شنو قصه الفواكه اللي حوالينا؟ هلا هاي بس نخلص هاي بفرجيك شو نعمل فيها. هاي راح تيجي جنبها. اذا المرحله النهائيه اللي هي بعد ما تخلص بنحطها بالصحن مع الفواكه. طيب اذا احنا ما بنستناها شوي. نستناها لغايه ما ونرجع في الختام معك على اساس ان نشوف وين ما وصلنا له. راح ننتقل لزميلتي غاده ونشوف شو اللي عندها بعد الفاصل. أنا وايد حبيت الشغل اللي معاي، والحين اللقاء المميز بيروق لكم أكيد وراح تحبونه.
لأنه يعتبر الفن التشكيلي بالدرجة الأولى موهبة ثم تعليم وخبرة يكتسبها الشخص مع الأيام. ومعنا اليوم فنانة تشكيلية كويتية استطاعت أنها تثبت وجودها في الساحة الفنية وبجدارة بين العديد من زملائها وزميلاتها الفنانين والفنانات في دولة الكويت الحبيبة. يسعدنا أن نرحب بالفنانة التشكيلية سهيلة حسين عطية. يسعد صباحك. صباحكم. حياك الله، وصباح الجمال والألوان والأشياء اللي ترد الروح. الله يسلمك. سلمك ويحفظك. أنا قاعدة أشوف قدامي وايد أشياء اسم الله بإيدينك تسوينها خطوة بخطوة. اي نعم. تالي تركبينها على لوحاتك، كان بتسوين لوحة أو بتخلينها كعرايس كذي قاعد تسوينها أو كوشيات. بحكي عنهم كلهم وراح تسولفي لنا إن شاء الله عنهم كلهم بإتابة. أكيد وراح نتشرف بذلك. الله يسلمك. سهيلة، شلون دخلنا غمار هذه الأشياء الجميلة؟ بداية أنا أتعامل مع الأقمشة بكل وسائل بكل الأساليب. فحبيت أتعامل مع الأقمشة اللي ريسايكل بالذات. صادقة. بنيت عليها فكرة معينة أن شلون أحصل على قطع فنية من بقايا الأقمشة. حلو. خذيت شهادة مدرب معتمد في هالمجال. والخطوات كانت بدائية، يعني أكيد الواحد بأولى تجاربه يخطئ ويصوب ويوصل لمرحلة يشوف تقييم الناس فيها ويقيم نفسه قبل كل شيء. ومع التطور مع التدريب الأهلي، التدريب الذاتي، مع الكتب اللي يبحث فيها، لأن تكون هواية فيبحث فيها بكل مكان. يعني يصقل هوايته. ويجرب فيها باستمرار فيتطور مع الوقت أكيد. يعني حلو. ما خذيتي خط من خطوط الفن أو المدارس الفنية تحديدا؟ أنا الحين يقولون إن مدرستي خاصة. يقولون خاصة، هي مبتكرة بصراحة وبس خاصة. هي مدرسة يعني. طبعا قريت عن المدارس الفنية الواقعية التأثيرية من أرقى الفنانين العالميين، وطبعا الفنانين المحليين أكيد تأثرت فيهم. أستاذ سعود الفرج وأستاذ سامي محمد، أساتذة كثيرين أنا قاعد أحتك فيهم بشكل مباشر، فيقيموني وأطلب منهم إنه يقيموني عشان يتطور أدائي. فلازم الواحد بعد مع الوقت، الحين صار لي تقريبا ما اقول لك وايد بس كنت شريت السؤال مني يمكن 20 سنه يعني مو شويه بديت فيها. انجاز. وبس التطور الجاد يعني اللي اهتميت فيه ان اتطور اكثر، يعني عشان اقفز قفزه يعني تكون واجهه اعلاميه او فنيه للكويت. صحيح بلا شك. بديت تقريبا من 12 سنه بالضبط. تبارك الرحمن. دخلت معاهد اهليه واساتذه كبار يعني كانوا يتابعون خطواتي يعني خطوه بخطوه، واهتم في تقييمهم بشكل ايجابي، يعني ما اتضايق بالعكس أبداً. يعني هالشغلات هذه تهم الفنان انه يكون النقد يكون ايجابي له. صادقه. سهيله، يمكن اذا بدخل معاك في موضوع الكولاج النسيجي. اي نعم. واستخدامك فيه، كلمينا شنو هو الكولاج النسيجي تحديدا وشلون بلشتي تخوضين فيه وتطبقينه في لوحاتك؟ تعودنا على مسمى الكولاج الورقي. صحيح. وايد فنانين مشوا فيه بعد طويل، بس الكولاج النسيجي يعني هو في ناس طبعا اجانب وايد يمارسونه بشكل يومي، لهم يعني مطبوعات كثيره بهالمجال. صادق. انا دائما وقت اللي اسافر وكذي احرص ان اقتني من هالنوع من الكتب لانها تساعدني، مو اني اطبق الفكره 100% لكن اقتبس منها فكره، لان انا اهتمامي الاول ان اوثق التراث الكويتي في هالفن هذا، لانه مو موجود اصلا. قاعده اشوف التراث من وراك الصوره عجيبه. من ورا وقدام وكذي. صادقه. فصار بدمي. انا ببيت تخصصي مكتبات، فعلى طول بالمكتبه العامه موجوده وحواليني هالكتب اتشرب منها اللي يعني اقدر عليه، لان اهتم بالتراث. صادقه. وعشان تصير لي هويتي يعني الفنيه لازم اهتم ببيئتي اللي انا عايشه فيها، وعشان امثلها امام العالم في المعارض اللي قاعده اشارك فيها خارجيا، فلازم يعني انقل التراث والهويه الخاصه فيني انا عشان انجح. وتمزجينه يعني مع الفن اللي انت قاعد تقومين فيه حاليا من خلال نشوف اللوحات. نادر يعني تعودنا المعارض التشكيليه اللي بالكويت زيتي اكريليك زيتي، يوم تقدموا وسووا بالمكس ميديا. صح. فقلت خليني على خط خاص فيني طالما انا تشربت من الخياطه والاقمشه، فخلي الرسم يصير بالقماش هالمره. حلو. انزين كنت بتسوي لنا تجربه حلوه الحين على الهواء. تجارب. يلا نشوف هذه بما يسعنا الوقت انا احاول انقل تجربتي. اي والله. يعني
عشان على الاقل يستفيدون المشاهدين. اكيد انا كل شوق مع المشاهدين اني اشوف اسرع شو بيصير لكم الحين. هو طالما احنا دائما عندنا طبعا قصاصات الاقمشه تكون متوفره بكل مكان، صادق. حتى بعض الملابس اللي يعني احنا ما شاء الله ملابسنا اول باول نقطها، صادق. فممكن في اقمشه يعني ممكن تسوي منها ريسايكل، فنماذج من هالنوع من الاقمشه ممكن من خلال اي صوره تكون عندي. يعني انا محاورت لي موضوع خاص فيني يكون عن التراث، لكن يطرأ على بالي اني اقدم اهداء يعني في مناسبه معينه. صادق. فمثلا نموذج انه يكون لي يا حلو يصير في سكتش صغير يعني صادق. اقدر احوله الى سكتش من الأقمشة بهالطريقة هذه. حلو. المراحل أن أمسك القماش ومن خلال الكربون أنقل الصورة، طبعا أحطها كذي وتصير بين الصفحة والقماش صح. كربون، وتنتقل الأقمشة طبعا تكون ذوقك الخاص ينتقل في اختيار الألوان وتناسقها مع بعض. حلو. ولك طريقة جميلة جدا في مزج الألوان هذه تصير مرحلة يعني تنبني مع الخبرة صادق. مع الوقت، مع زيارة المعارض، مع الكتب، مع الاطلاع صادق. يعني تنبني خطوة بخطوة، لا الواحد يستعجل. في تكنيكات مختلفة في الريسايكل أو في كولاج الأقمشة أو الكويلت أو الباتش وورك. في بعضها أستخدم فيها ماكينة الخياطة الآلية وبعضها لا يدوي. يعني في شغلات الحين هذه بنيت فيها موضوع الطبيعة. حلو. ارتجالي هذا ما نسخته من ورقه ولا غيره، الواحد يحاور الالوان يتفاعل معها عشان يطلع بنتيجه خاصه فيه هو. عندك هذه درستيها اتوقع. هذا تطريز يدوي. هذا تطريز استخدمت فيه تطريز يدوي صح؟ يدوي. اسم الله، يعني التطريز هذا يدوي. خيوط القطن هذه يعني وايد تطلع بنتائج حلوه طبعا. اكيد. يعني الجميل انك مستغله كل انواع الاقمشه والخيوط وغيرها وامزجها مع بعضها تطلع نتائج حلوه. وايد حبيت. وهذه المتروشكه هذه ممكن الحين بعد ما اسوي الوحده من كولاج الاقمشه صحيح. اقدر استغلها تصير فريم، يعني منظر في غرفه او كوشيه او حتى قطعه ملابس يعني. صادق. بس انا بوري للساده المشاهدين اللي سويتيها العروسه الجميله هذه. اختارت لها نوع خاص من القماش المشير المورد مع اللي نسميه احنا بالكويت المرنقط اللي هو المنقط. بنقيطه. اي هذا شوف المزج بين انواع الاقمشه، كون مشير ومقلم. احنا نقصصها واخر شيء نثبتها بطريقه معينه ونغرزها بالايد او بالماكينه. انا اني استغليت الماكينه هم طرزتها ببعض التفاصيل هني يدويه. وايد حلو. تحلى ايامك. وايد حلو، تسلم ايدينك. طيب انا بتكلم لو ندخل شويه في امور الادوات اللي تستخدمينها ودائما ما تستغنين عنها في هذه الامور استاذه سهيل. والله اداتي الاولى ايدي. الله ان شاء الله دائما يعطيك الصحه والعافيه وتسوي فيها اللي اللف بالحرير والذهب ان شاء الله. طبعا اختيار الاقمشه انا ما اشتري اتعنى اشتري الاقمشه اللي اشوفها متوفره عندي هي اللي يعني تستخدم. احيانا احصلها اهداءات يعني بكميات كبيره، ساعات اشوفها مثل ما قلت لك تصير ريسايكل ملابس. الفكره ان تكون موجوده الاقمشه. طبعا في عندنا ماده اسمها الفازلين، هاي دائما نستخدمها احنا الخياطين في زين. شلون تستخدمين الفازلين بعد ما تطبعين من على الكربون ولا تكون اي قماش بعضهم صعب التعامل معه صادق. فهو هم عامل مساعد وهم نفس الطريقه وقت اللي انا اطرزه ما تطلع خيوط وكذي يسمتلك يعني بطريقه. اذا الخامه خفيفه يخليها شويه يبرد. خامه خفيفه ايا كان حتى الشغل يصير يعني متقن اكثر صادق. فانت تحتاجين بكل الحالات تحطين خلفيه لكل الاقمشه اللي انت اخترتيها. حلو. عشان حتى وقت القص يكون عامل مساعد يعني لو بتشوفين توقف معاش لو رقه لا لو قماش بدون ما يكون فيه قطعه فازلين راح يأذيك حتى في القص صادق. هذه اول مرحله. طبعا الخيوط اللي انا اتعامل فيها دائما دخلت في بعض المواضيع التراثيه في خيوط الخيش والليف وهالشغلات لان تبين فيها تراثيات اكثر. هذه
هذه خير دليل على هذه بدأت فيها لأن ريسايكل يعني من عجيب الريسايكل. يعني لو تشوفون هذه العروسه اللي هي مسويتها وايد هذه حبيت. الأقمشة حصلتها من فنان أحمد عنان الله يذكره بالخير من البحرين، فعندهم ما شاء الله أقمشتهم لا إله إلا الله العتيجة يعني من أول للحين تعبر أكثر. يعني عجيبه بصراحه استخدامك للريسايكلينج عجيب بالنسبه للامور اللي عندك وقواك الله. معارض شاركتي فيها استاذه سهيله داخل الكويت، خلينا نتكلم وخارج الكويت. المعارض المحليه طبعا تبع المجلس الوطني، ودائما انا انقل الفن اي مكان صادق. يعني غرضي ان انقل ثقافه، اذا لازم انا اللي انتقل مو الثقافه تحت ظني، انا احاول انقلها بكل طريقه. فالمجلس الوطني عندك دائما مع الحين الجامعات بكل فروعها تعاملت معاها، مراكز تنميه المجتمع بكل فروعها، مو كلهم طبعا بس وايد ادارات تعاملت معاها، المدارس قاعده انتقل من الثانويه الى المتوسط، حتى رياض الاطفال انا تعاملت مع اداريينها. فهي التجارب هذه تكون فائده لي اكثر مما انا وقت اللي اقدم يعني انقل الثقافه، انا تنتقل لي بعدها من انطباعات المعجبين واطور ادائي. انا وايد سعيده بوجودك معنا، وقاعده اشوف استديونا تزين بلمساتك الرائعه، واتمنى لك دائما التقدم والتوفيق يا رب العالمين، وبانتظار المزيد مع سهيله عطيه. شكرا لك. مشكوره يا حياك الله والساعه المباركه. سعدت كثير بهذا اللقاء المميز، وان شاء الله راح يتكرر باذن السميع العليم. فاصل وايد صغير ونرادين، لا تبعدون. حياكم الله احبتنا. منطقة العرضية الصناعية موجود فيها زميلنا نجيب القحطاني في فقرة الميكروويف. ايش عنده؟ نبي نعرف ايش عنده. صباحك الله بالخير نجيب. صباح الخير عبد المحسن، صباح الخير قادة، صباح الخير مشاهدي تلفزيون دولة الكويت. مثل ما احنا عودناكم دائما في برنامج صباح الخير نكون موجودين معاكم في جميع الاماكن، لكن احنا اليوم موجودين في مشروع وانشاء وانجاز مبنى ايداع المحجوزات التابع للاداره العامه للتنفيذ بوزاره العدل، لكن الذي قام على هذا المشروع ويعني اسسوا هذا المشروع وبنوا هذا المشروع شباب كويتيين يعطيهم العافيه عسب على القوه، يعني هذا الشباب الكويتي اللي دائما الطموح اللي دائما يخدم بلده. هذا المشروع في ايادي كويتيه، الشباب يعطيهم العافيه، مشروع جميل جدا، مساحته تقريبا 20,000 متر مربع، بالاضافه الى ساحه المبنى 9666. ودنا نتكلم اكثر واكثر عن هذا المشروع. معنا المهندس خالد الانصاري المشرف العام على هذا المشروع. المهندس خالد صباحك الله بخير، يعطيكم العافيه وعساكم على القوه. الصراحه شيء جميل جدا لما احنا نشوف شباب كويتيين مهندسين يبنون هذا المبنى الجميل. جزاك الله خير، احييك واحيي جمهورك الكرام. مهندس خالد، ودنا نتكلم عن مكونات هذا المشروع. مشروع كبير جدا ومشروع راح يسلم ان شاء الله خلال الفتره القادمه حق وزاره العدل باذن الله. المشروع عباره عن مكوناته اللي هي مبنى الاداري، وعندنا مسجد، وعندنا خزان ارضي، وعندنا غرفه محولات، وغرفه المزادات او مبنى المزادات، ومخزن،
وعندنا مخزن المحجوزات، وعندنا مخزن للسيارات أو مخزن للسيارات كذلك، وعندنا غرفة استقبال، وعندنا مبنى الحراسة. نعم. مهندس، ودنا نتكلم أكثر وأكثر، نوضح حق المشاهد الكريم هذا المبنى ليش؟ هذا المبنى يعني الضبطيات القضائية خلينا نتكلم عنها، الأشخاص اللي عليهم مثلا حجوزات مثلا في أحكام قضائية يجيبون سياراتهم ويجيبون الأثاث، يجيبون الأغراض مالتهم كلها تحجز في هذا المكان. طيب، أول شيء نشرح لك فكرة المشروع وين جت. عادة المحجوزات زين الوقت الحالي يعني في الرقعي مثلا في حوطة، لو على سبيل المثال تكلمنا عن السيارات، مثال بس ان السيارات تنحط في الحوطة في الرقعي، شمس، التواير تتكسر، بعض المتطفلين يكسرون اللي هي السيارات زين الجامات، فتفقد قيمتها. من اللي يتضرر؟ اللي يتضرر اللي هو الشخص المحجوز على املاكه. احنا هني في وزارة العدل اعطتنا الفكرة اللي يبونها هو، واحنا بلورناها وطبقناها. الفكرة اللي هي سوينا مبنى ان ما يتعامل جنس بشري مع المحجوز نهائيا، نهائي ما يتعامل جنس بشري مع المحجوز نهائي. احنا نشوف السيارة ورانا تدخل من هذا المكان، وفي مواقف عندكم ذكية، في امور كثيرة جدا موجودة. بالضبط، السيارة مجرد ما تدخل، ما يهمني انا سيارة اليوم السيارة خربانة، سيارة تشتغل، تايرها فاش، ما فيها تواير، هذا انا ما يهمني نهائي. يهمني بس السيارة تي على السطحة، تدخل المبنى هذا من اللي ورانا، مبنى المحجوزات الاستقبال، يطلعون الموظفين يقيدونها، يسجلون بياناتها، كل شيء وراها تدخل، يعطون امر للريبوت يسحب السيارة. هذا كله عن طريق الاجهزة الالكترونية، يعني اجهزة ذكية. بالضبط، فول اوتوميتد سيستم. زين السيستم هذا يعني على مستوى العالم بالحجم هذا ما في، زين بالضبط متاكد من هذه 100%، ما في مثل هالحجم للسيستم هذا. السياره مجرد ما تدخل يسحبها الريبوت، يحطها بالموقف. زين عندنا تقريبا 1037 موقف سيارات، 1037 موقف سيارات. تقدرون تحجزون السيارات هذه؟ نقدر نحجزها صالون وجيب. وهذا المكان اللي هو حق الشاحنات؟ هذه حق الشاحنات. الشاحنات طبعا ما تدخل داخل، فالشاحنات عندنا نوعين من الشاحنات، الشاحنات العاديه، وعندنا شاحنات اللي تصير حاره ونص، مالت البترول، هذه الحاره ونص بشل، هم سوينا لها مواقف خاصه. نعم. تدخل السياره، تنحجز، تتخزن ليوم المزاد. يصير يوم المزاد، القاضي موجود، الناس يدخلون على المبنى اللي في الخلف اللي هو مبنى التقاضي مسرح المزاد. خلينا نتكلم عنه. مسرح المزاد هو عبارة عن جزئين. الجزء الأول أول ما يدخلون الجمهور يقعدون، عبارة عن استراحة وغرفة شوروم. يأمر القاضي تدخل السيارة أو المحجوز بغض النظر ما يكون، بس احنا خلينا ناخذ مثالنا. يكون مثلا أثاث، هم نفس الشيء، في عندكم صناديق كبيرة ينحط فيها الأثاث، صح؟ بالضبط، أثاث، معهد صحي، أي محجوز. زين ما عدا اللي هي المتفجرات، المخدرات، الجواهر الثمينة، هذه لها مكان ثاني. تدخل المحجوز، يأمر القاضي يوم المزاد أن يطلب السيارة مثلا، بالضغطة زر تنسحب السيارة بالريبوت بدون تدخل بشري، تدخل على غرفة الغسيل، غرفة الغسيل تتغسل السيارة. زين طبعا راعينا اللي هي شروط وزارة الكهرباء والماء ان عدم الاسراف. زين ومشينا مع الترشيد. خلينا بعد مهندس قاعد نشوف السيارة الحين قاعد تدخل شوي شوي ترى في الممر الحين، هذه السيارة لما تدش يشوفونها الجمهور اللي موجودين اللي حاب يشتريها. بالضبط، المجرى هذا الحين اللي تدخل فيه السيارة، اول ما يمر عليها تمر على القاضي، تالي تروح على يشوفها القاضي وهو بمكتبه ما يتحرك، وهو بمكتبه الجمهور يشوفونهم وهم قاعدين. بالضبط، قبل لا تروح الجمهور اجباري يشوفها القاضي، يعاينها القاضي، فيها مشكله رجعها، ما فيها مشكله عطى امر للريبوت ان يدخلها للجمهور، تدخل للجمهور بدون تدخل بشري، توقف عند الجمهور في نهايه الخط. هني عند القاضي اختيارين، في قاضي يعني او في محجوزات القاضي يفضل انه ما يتعامل معاها اي جنس بشري. زين ما يامر فتح الباب. وفي بعض المحجوزات انه اجباري يفضل القاضي انه يعاينها، فيفتح الباب للجمهور، طبعا كله اوتوماتيك، يعني تدخل الجمهور يطالعون، يدخلون الجمهور يطالعون، يعاينون، بعد ما يعاينون يخلصون يطلعون برا، القاضي يأمر
فتح باب اللي هو المسرح، فتح باب المسرح، ينتقلون للمرحله الثانيه المسرح، يقعدون بنفس اللحظه تنسحب السياره هم بدون تدخل بشري، ترجع لغرفه المسرح، زين، تبدا المزايده، ترسي على الشخص، زين، بعد ما ترسي على الشخص يبقى 5 دقائق ياخذ ممتلكه ويطلع برا. شلون ال5 دقائق؟ 5 دقائق هذه يوقع، مجرد ما يوقع له القاضي يطلع برا، يلف يروح على مقدمه المشروع، حطينا لهم مكتب تامين يامن على يامن السياره وكل شيء، السياره يامن السياره او محجوز اذا كان يحتاج تامين، يامن عليها، يدخل داخل المبنى، يخلص اجراءاته، خدمه المواطن، اجراءات وزاره العدل، كلها بهالمبنى، يستلم دفتره، يطلع له هذا كله بدقائق طبعا، يطلع لمبنى الحراسه، يسلم الدفتر. بالاثناء هذه اللي هو قاعد يسوي جولته، خلال هذه الفتره هو يكون اوراقه تمشي بالاجراءات العاديه، وهو قاعد يسوي الاجراءات هذه، القاضي يامر في اخراج السياره، تطلع السياره، تدخل، يسحبها الريبوت بدون تدخل بشري عشان ما يخسر كله بربورت، شغله يعني اشياء ذكيه، بالضبط كله ذكي. تطلع السياره، تدخل مره ثانيه للمواقف، تطلع برا وتوقف في الساحه اللي احنا قاعدين فيها الحين. نعم. يجي صاحب اللي شراها، نعم، يعطيه الدفتر، يصوره، ياخذ البيانات، ياخذ ممتلكه ويتوكل على الله. انا عندي سؤال اخير قبل لا نختم معك. هذا المبنى راح يدخل ان شاء الله موسوعه جينيس، هذا المبنى راح يدخل موسوعه جينيس. باختصار، على اساس ان نلغي حق زملائنا، باختصار يعني انتم تواصلتوا مع جينيس، موسوعه جينيس، شو راح يدخل هذا المشروع موسوعه جينيس؟ احنا راسلنا موسوعه جينيس وسوينا بحث على مستوى العالم وفي الموسوعه بعد ان ما في عدد هالمواقف سجل للان في الموسوعه. هذا واحد، فاكبر عدد مواقف على مستوى العالم راح يكون هالمواقف هذه، لان ما عندهم ريكورد للحين. فهذا اول تسجيل. التسجيل الثاني، احنا اسرع ناقل حركه، زين، في داخل مبنى المواقف السيارات. احنا نقول الله يعطيكم العافيه المهندس خالد الانصاري المشرف العام على هذا المشروع، عساكم على القوه، يعطيكم العافيه الشباب الكويتي، عساكم على القوه. فعلا احنا دائما برنامج صباح الخير يقوم بجولات، وخاصه نشكر وكيل وزاره الاشغال المهندس عواطف الغنيم اللي سهلت حق برنامج صباح الخير واسره برنامج صباح الخير الوصول الى هذه الاماكن وتصوير المشاريع اللي موجوده التابعه لوزاره الاشغال. نرجع الى غاده ونرجع لعبد المحسن لتكمله الفقرات الجميله برنامج صباح الخير. زملائي لكم الهواء تفضلوا، وان شاء الله نكون معاكم يوم الاحد ونقول لكم اجازه سعيده. هل تعلم أن في اليابان هناك حوض سباحة يعتبر الأغرب في العالم لكونه بدون مياه؟ فهذا المتحف يتم التجول في قاعه ورؤية ما على السطح وكأنك تراهم عبر الماء، وهذا هو الحال أيضا بالنسبة لمن يراك من السطح وأنت بالأسفل. أنا ودي بعدين تعيدون لنا المعلومة هذه، معلومة هل تعلم هذه عن موضوع الحمام السباحة. أنا ما شفت إلا مبارك. تولي وزارة التربية اهتماما كبيرا بأبنائها الطلبة وأيضا بناتها الطالبات في جميع المراحل الدراسية كونهم عنصر فعال في المجتمع. ومن هذا المنطلق فقد أعلنت وزارة التربية أنه تم إطلاق مسابقة مشروع التاجر الصغير في نسخته الثانية، والذي يسعى إلى تشجيع أبنائه على إقامة مشروعاتهم الصغيرة وفق أسس علمية وسلوكية سليمة. وللحديث بشكل مفصل حول مسابقة ومشروع التاجر الصغير، يسعدنا أن يكون معنا اليوم كل من الأستاذة سلوى فريح العنزي مديرة بيت الزكاة الكويتي فرع الجهراء، وصلاح عبد الرحمن الربيعة مدير معتمد في التنمية البشرية، ولكن بعد هذا التقرير.
ملتقى التاجر الصغير حدث الغرض منه غرس قيم العمل وروح المبادرة في نفوس الأجيال القادمة، وتنمية مفاهيم حب العمل والوطن والمجتمع، وتحفيز الطلبة على تحمل المسؤولية من خلال كسر حاجز الخوف من ممارسات عملية وليس فقط علمية. المشروع يهدف إلى إكساب المشاركين على مهارات كثيرة مثل القدرة على احتياجات سوق العمل، وكذلك كيفية التوفير والحصول على الإيرادات والأرباح المتوقعة، بالإضافة إلى اكتساب مهارات الادخار من المصروف اليومي من خلال عرض مفاهيم الإنفاق الخاطئة والصحيحة، وتمكين الطلبة من إتقان التفكير الإبداعي وفن الإدارة الناجحة. ويؤمل من خلال هذا الملتقى أن تكون النتائج مبهرة ورائعة تؤكد أن الشباب والطلبة كفء لمثل هذه المشاريع. حياكم الله مشاهدينا ويحياكم الله ضيوفنا في صباح الخير يا كويت. وبداية أنا بأسأل أستاذة سلوى العنزي عن هذا المشروع، فكرة التاجر الصغير، وأيضا من وين جت هذه الفكرة، متى بدأت، الراعين لها، الداعمين لها والمشرفين عليها. وايد الأسئلة صح؟ وانت قدها ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. فكرة مشروع التاجر الصغير هذه السنة الثانية طبعا التجربة، هي بتعاون بين وزارة التربية وإعادة الهيكلة، برنامج إعادة الهيكلة وشركة ديكم للتدريب. هذه الفكرة تقوم على إعطاء فرصة للتجربة لطلبة المراحل المتوسطة والثانوية على إعداد مشروع تسويقي بجميع معاييره. طبعا يعتمدون على برنامج معد من قبل المدربين اللي متطوعين من شركة ديكم، يكون لها معايير خاصة، اختيارهم من قبل وزارة التربية، لا يعتمد على يعني الطالب هل هو متميز أو غير متميز، وإنما مهارات خاصة. حلو. صاحب الفكرة اللي هو مدير إدارة المشاريع الصغيرة الأخ فارس العنزي من إعادة الهيكلة. حلو. أستاذ صلاح الربيعة، إقامة مثل هذه المشاريع لأبنائنا وبناتنا الطلبة بالتأكيد له أهداف معينة تسعون لها، شنو أهم هذه الأهداف؟ أهم الأهداف هذه أن الطالب لما يخلص الدراسة وما يتوجه إلى والله أبي أشتغل على طول في الحكومة، لا، يكون عنده الأدوات الخاصة فيه اللي تمكنه أنه يفتح مشروع الخاص وينتج ويشتغل، وهو بدل لا يقول له والله بروح الوظيفة، لا خلاص يعتمد على نفسه ويشق دربه كتاجر كعمل حر. نعم، والله يوفقه. يعني ما يضع في ذهنه من وهو قاعد يدرس ان انا والله انا وظيفتي موجوده بالحكومه، فبالتالي يكون عنده خيارات اخرى، يجهز نفسه على انه ممكن يكون عنده اتجاه للاعمال الحره والتجاره الخاصه. بالضبط. جميل. إذا بروح حق الأستاذة سلوى وأسألها عن المراحل اللي تعنى بهذا المشروع تحديدا، أي مراحل اخترتوها، وهل هناك شروط ومعايير أيضا حددتوها للمشاركة في هذا المشروع؟ طبعا هي المراحل المستهدفة لهذا المشروع، هي الفكرة بالسنة الماضية كانت لمحافظة العاصمة عفوا، السنة هذه لجميع محافظات الكويت بالمرحلتين المتوسط والثانوي، بنين وبنات. حلو. عفوا السؤال الثاني اللي هو الشروط معينة للمشاركة في نعم، الشروط كانت يعني باحتكار من وزارة التربية لنوعية الطلبة، بالإضافة إلى اختيارهم للمدارس اللي هم رشحوهم لخوض التجربة. حلو، وايد حلو. أستاذ صلاح، مشاركة أبنائنا وبناتنا في المشاريع التجارية وهم خاصة في مقتبل العمر راح يكسبهم العديد من الخبرات الاقتصادية إن صح التعبير. ما هي الخبرات الاقتصادية اللي أنتم إن شاء الله تنوون غرسها في نفوس الطلبة؟ ممتاز. الحين الطالب لما احنا قاعد نعطيه الورش نعلمه، فراح تكون عنده الآلية ونمكنه بحيث انه لما يطلع باكر ويبدا مشروعه
يعرف شلون يدير مشروعه من الناحيه الماليه، من ناحيه التسويق، من ناحيه اداره المشروع نفسه، شلون يقدر يحط خطه حق المشروع ماله، الاهداف مالت المشروع. اي نعم، يقدر هذه كلها راح ياخذها كآليات وادوات ياخذها معاه لما يتخرج، تكون معاه ادواته الجاهزه انه يبدا مشروعه الخاص. يعني يكون مهيئ خالص لاي فكره تكون على مستوى كبير، يكون عارف الخطوات اللي ممكن ياخذها في البدايه. بالضبط، عارف شلون يبدا بالضبط. وايد حلو. استاذه سلوى، لو نتكلم عن نوعيه الانشطه التجاريه اللي حددتوها ضمن التاجر الصغير، هل هناك تقنين للانشطه او نوعيه المشاريع اللي هم خلينا نقول التجار شنو تجارته؟ مثلا هذا الطالب اللي داخل في هذا المشروع في انشطه معينه ولا انها مفتوحه؟ لا، هو فكرة النشاط تعتمد على المدرسة والمشرفين والطلبة. حلو. إما يكون عنده منتج خدمي أو منتج استهلاكي. حلو. للحرية أن يكون هذا المنتج مثلا موجود، بس هو يطوره بشغلة إبداعية، بطريقة إبداعية يطور عليه ويقدمه، أو يكون هو منتج خدمي اللي هو يخدم يعني أهم فكرة جديدة، مو ما تكون يعني معروضة أو تكون معروضة بس يطورها. ونفس الشيء المنتج الاستهلاكي. قام شركة ديكم بستاف متطوعين المتدربين 24 مدرب بإعداد ورش للطلبة مع مشرفينهم. بداية كانت الورش عبارة عن تجاري، تسويق، إدارة أعمال، خدمة عملاء، قدموها حق الطلبة بجميع يعني فئاتهم. حلو. بعدها كمل الستاف ديكم بإعداد ورش لتنمية مهارات الطلبة، طريقة الإلقاء والتقديم، التحفيز، حتى إعداد الباوربوينت الخاص بالمشروع. حلو. أساس أنه يسهلون عليهم نعم فرصة يعني للفوز. حلو. حلو. لو تكلمنا عن إدارة المشاريع الصغيرة، هي لها دور كبير بدون شك في توفير الاحتياجات. لو نتكلم عن اللي وفرته لكم إدارة المشاريع، دورها في مثل هذا المشروع. ممتاز. إدارة المشاريع انبثقت منها فكرة التاجر الصغير. طبعا المهندس فارس العنزي هو مدير الإدارة، هو اللي فكر في فكرة التاجر الصغير. فالحين هو تاجر صغير في المدرسة، خلص المدرسة وهو تاجر صغير راح حق إدارة يلها عند التجارة والدراسة وهو يمسك الفليسات بيدينه وعقبه. هذا أهم المعوقات اللي واجهت الطلبة، الامتحانات والدراسة. أي يعني يلها شغل يشوف الفلوس لعبت بيدينه الولد. ها، في واحدة من البنات اللي بأحد العضوات المشاريع قدمت مشروع، كان مشروعها تبيع تطلب من برا جناط مدارس. حلو. قلت لها شنو ليش انت اضطريتي؟ قالت انا كنت محتاجه فلوس وما اعطتني والدتي. فاضطريت اني قلت لها ما شاء الله انت كنت بمشروعك هذا بتفوزين. سبحان الله. استاذ صلاح. اذا فالحين خلاص هو كان تاجر صغير وعلمناه وعطيناه الورش وعطيناه الادوات كامله، فمن يخلص يقدر يروح على اللي هي إدارة المشاريع الصغيرة، ومن هناك يقدم فكرته كمشروع. حلو. على أساس أنه يساعدونه في أنه يفتح مشروعه الخاص فيه. نعم. وايد حلو. أبي أسألك أستاذة سلوى، شلون لقيتوا روح الإقبال من الطلبة على هذه المشاريع ومدى حبهم وشغفهم؟ هل كانوا متخوفين مترددين ولا لقيتوا تنافس كبير في الموضوع؟ والله أنا صراحة بلقاءاتي معهم، إحنا بعد ما نخلص الورش يصير عندنا لقاءات شبه دورية وتواصل مع المشرفين والطلبة. إقبال يعني عجيب وأفكار صراحة رائعة جدا، وإن شاء الله إن يعني أنا متوقع لهم الفوز، بالإضافة إلى عندهم أشياء من المحفزات، من إنه راح يفوزون بالمسابقة، أشياء تحفزهم 18 مركز على مستوى المحافظة، بالإضافة إلى براءة اختراع. ففي محفزات اللي تنشط الطلبة. ما شاء الله جيلنا الجديد عندهم أفكار صراحة غريبة. في أشخاص منهم خشوا مشاريعهم اللي ما يبون يعني يبون يفاجئون فيها اللجنة. فيعني انت لو
خلال الزيارات لو يعني نقيسها يعني افكار فعلا ابداعيه. جميل جدا التعايش مع هذا الجيل ومحاوله استقطابهم لاشياء ايجابيه تنفعهم في الحياه. كل الشكر لضيوفنا مشاهدينا الكرام الاستاذه سلوى فريج العنزي مديره بيت الزكاه الكويتي فرع الجعراء، والاستاذ صلاح عبد الرحمن الربيعه مدرب معتمد في التنميه البشريه. بغيت تقول شيء؟ اي نعم، انا واستاذه سلوى بغينا نقدم هديه حق اسره صباح الخير. الله يسلمك. شكرا لك. نرجو الله انكم تقبلونه، جزاكم الله خير مشكورين. معجم قرطبه للتدريب. كاميرتنا وين؟ انا واختي غاده. هذه كاميرتنا. معجم. شكرا. وايد حلو الكتاب، واتوقع انه في فائده قيمه للتدريب خلينا نقول البشري بشكل كبير. اي نعم. شكرا لكم. يا حياكم الله والساعه المباركه. تفضلوا حياكم. شكرا. سلمكم. شكر كبير لضيوفنا الافاضل. بس بنروح معاكم حق شيء كويتي حلو. ما ادري انت شكلك مو من صوب الانتخابات، بس ما عليه بقول. لا. تعتبر مسرحيه انتخبوا ام علي من انجح المسرحيات اللي قدمها الثنائي الناجح الفنان داوود حسين والفنان انتصار الشراح بمشاركه مجموعه مميزه من الفنانين. بلا شك اثروا الحركه المسرحيه في دوله الكويت، والمسرحيه تطرقت الى موضوع حق المراه السياسي ودخولها مجلس الامه الكويتي ومدى تاثيرها على حياتها الاسريه والاجتماعيه بشكل ما بيقول ساخر، بشكل كوميدي حلو بسيط. كان التنبؤ وصار الواقع، واثبتت المراه جدارتها وحققت الدفه بشكل صحيح بميزان عادل سواء كان اسري او عملي. يا مشاهدنا وانت اكيد حكمت وراح تحكم من خلال هذه اللقطات المميزه لمسرحيه انتخبوا ام علي. ايه عيوني يا ايدكم يا مجلس الامه، يا ايدكم لا قاعد لكم مثل البومه. ما عندي فايده، ما في حشوه زايده ناقصه نهطط لكم مثل العظم بالملعون. مسرحيه انتخبوا ام علي مسرحيه كوميديه كويتيه تتحدث عن الفتره التي اعقبت تحرير الكويت من الغزو العراقي، وقد عالجت المسرحيه باسلوب ساخر مساله دخول المراه في المعترك السياسي من خلال ام علي انتصار الشراح، الأم والزوجة وربة البيت التي تقرر ترشيح نفسها في الانتخابات البرلمانية، فتواجهها الكثير من المشاكل والمواقف الطريفة. والمسرحية عرضت في عام 1993 ولاقت نجاح جماهيري كبير، وشارك في التمثيل نجوم المسرح الكويتي منهم انتصار الشراح وداوود حسين وعبد الرحمن العقل، وتأليف محمد الرشود. والله العظيم عندي صديق مسكين كان مريض تعبان، راح قالوا له روحي بحسن. حسن؟ ايه من ولده؟ حسن هذا الورقة. شنو؟ حسن سلوك. حسن سلوك. حسن سلوك. حياكم الله. نرجع إلى في ختام حلقتنا اليوم للشيف سامي حيمور. أيوة أهلا وسهلا. شوف الطبق العجيب. يا سلام. طبعا احنا وصلنا لعند ما حطيناها بالماكينة الوافلز. حلو. التشيز بعد ما حطيناها بالطحين والقرشلة والبقسماط. حلو. بعد 3 دقائق من الماكينة بنطلعها. إذا بنحب نعملها شكل حلو زي هيك بنقطع هذا، يعني ما كان في لزوم، يعني عادي بنحطها زي ما هي مثل ما هي، نفس طريقة الوافل. نفس طريقة الوافل بالضبط. طبعا بنحطها بالطريقة هاي. احنا بنفضل طبعا احنا عندنا بالفندق الجميرة عندنا ريسيبي هذا من بنسربس معاها الفروت. حلو. في ناس بفضلوا يمكن جرجير او صح اللي هي الخضار العاديه. ايه بس احنا بنفضل السويت لانه شوي مالحه مع السويت بتكون شوي متناسبه مع بعض. خلطه عجيبه على فكره. جميل. مثل هاليوم يعني راح تكون اجمل بدون شك. بلا شك اليوم خميس وعليكم تزورون الجميره وتاكلون هذه الوجبه الجميله اللي صنعت بانامل الشيف سامي حيمور اللي كان معنا في صباح الخير يا كويت. شاكرين لكم الجميره، امتعتونا، وعشاق التشيز راح يستمتعون بلا شك. أنا أولهم اليوم.
بالضبط. استمتع كثر ما تقدر. ان شاء الله. اتمنى لكم ان شاء الله ويكند جميل رائع كله بشاير وكله افراح يا رب العالمين. كلكم مشاهدينا وما كنتوا تتابعونا دائما وابدا نقول من البيت العام الكويت ابو ناصر كنا معاكم ونكون دايم سلام. إجازة نهاية أسبوع سعيدة للجميع حتى نلتقيكم إن شاء الله نحن وأنتم في رعاية الله. إلى اللقاء. سلام.